طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا دكاتره؟ ان شاء الله سنه موفقه وفيها تقديرات كويسه. الماده بتاعتنا اسمها اورال اند ماكسيلوفيشال راديولوجي او علم الاشعه، او اسمها الدارج او الشعبي اكس راي. الماده دي من 100 درجه، في منهم 50 نص الدرجه توتال على امتحان الفاينل اللي امتحنه في اخر السنه، وان شاء الله مثلا في شهر 6. وامتحانات الفاينل بتكون ام سي كيو واسي، بما فيها بقى انيوميريت كومبليت ماتش ومش عارف كل ديسكاس شورت ايسي الكلام ده. هيجي اسئله متنوعه، وده بيفرق معانا لان احنا هنذاكر المذاكره بتاعت الاثنين، مذاكره ام سي كيو ومذاكره الايسي. في حاجات كتيره تتفهم، كله لازم يتفهم، وفي حاجات شويه لازم تتحفظ شويه. في 20 درجه براكتيكال، 10 منهم امتحان اسمه سبوتنج، بيجيب لك صور على الداتا شو ويسالك عليها، صوره ويسالك عليها. صوره دي بقى لجهاز، صوره لحاجه اسمها اناتوميكال لاند مارك، يعني حاجه باينه في الاشعه، يسالك دي ايه اسمها ايه، حاجه في السن، حاجه في البون، حاجه في المجزله، حاجه في الماندبل، حاجه في انواع الاشعات المختلفه. الاشعه دي اسمها ايه هنتمرن طبعا الحاجات دي واحنا مع بعض. و10 بتصور اشعه. انتوا طبعا في السكشن هتبتدوا تصوروا اشعه، تصور ابر سنترال، تصور لور سنترال، تصور انتيرو، تصور بوستيرو، تصور مولر بري مولر. فهتتعلم ده وهتصوره. ده نص امتحان العملي الفاينل. 10 اورال انترفيو، تخش اللجنه بيسالوك، تسحب كارت، يبتدوا يسالوك، يدسكاس معاك، يشوفك فاهم مش فاهم. وفي 20 درجه اعمال سنه، 10 منهم على كويز، ده بيكون في نهايه الترم الاول. وفي 7 على التصوير اللي انتوا بتصوروه زي ريكوايرمنتس بتصوروها جوه السكاشن. وفي 3 اساينمنت بيدوكوا موضوع وتعملوا عليه ايه اساينمنت زي بحث كده صغير. تمام. تجميع الدرجات لا مش صعب، سهل انك انت تحقق سكور 90 واكتر من 90. مش صعب يعني، المواد اللي تقدر تجيب فيها ان شاء الله سكور سكور كويس وامتياز عالي كمان. طيب احنا الموضوع اول شابتر عندنا هو فيزياء، بس فيزياء هنحتاجها بعدين، يعني لما نيجي نتكلم بقى المره الجايه على الاكس راي ماشين والاكس راي برودكشن هيبقى بيزد على ده. فاحنا مش بناخد فيزياء عشان احنا في ثانويه عامه، ولا احنا عشان عايزين ندرس بيور فيزيكس. احنا بناخد فيزياء تطبيقيه، فيزياء ما هنحتاجها. ما الاشعه دي ماكينه الاشعه، جهاز الاشعه الاكس راي ماشين يطلع اشعه، ما ده فيزيكس. طيب فاول حاجه، الراجل اللي اخترع الاكس راي ده او اكتشف الاكس راي بالصدفه اسمه رونتجن. هو واحد الماني استاذ فيزياء في جامعه في المانيا اسمه رونتجن، وحاز اول جائزه نوبل في الفيزياء عن اختراع الاكس راي سنه 1901. لانه اختراع طبعا غير في الدنيا كتير قوي، لما بقينا نقدر نشوف العظم ونقدر نشوف السنان ونقدر نشوف حاجات دي اول اشعه اتخذت. هو الراجل ده كان بيعمل ابحاث في حاجه تانية خالص، ما يعرفش يعني ايه اكس راي. كلمه اكس دي يعني ايه غامض، لما نقول لك ده مستر اكس صح؟ فهو لقى حاجه غامضه مش عارف هي ايه، ما بتتشافش، ما بتتحسش، ما بتتشمش، ما نقدرش نمسكها، ما لهاش كتله، ما لهاش وزن، فمش عارف دي ايه، بس في تاثير ليها قدر يشوفه. التاثير ده اللي اسمه فلوريسنس. يعني ايه فلوريسنس؟ كان في عنده ستاره مدهونه بماده فوسفورس، فلما جه عليها الحاجه الغريبه اللي هو مش فاهم دي ايه، خليتها تفلوريس يعني تطلع ايه لايت. فلقى ان في حاجه انا مش شايفها. ما الاكس راي دي مشكلتها ان احنا ايه مش ملموسه. it is not matter، مش حاجه تقدر تمسكها، مش حاجه تقدر تشوفها، مش حاجه تقدر تشمها، مش حاجه تقدر تحسها. لكن هو شاف اثارها. شاف ايه؟ شاف ان في ستاره كارد بورد كده عنده في المعمل مدهونه ماده فوسفورس، فلما جه عليها الحاجه الغريبه اللي هو مش عارف دي ايه لحد دلوقتي، خلتها تطلع ايه لون اخضر. فسمى الحاجه الغريبه اللي احنا لحد دلوقتي او هو لحد اللحظه دي مش عارف اسمها ايه، سماها مستر اكس، الحاجه الغامضه. فهو كان بيعمل تجارب في حاجه تانية خالص، وكان عنده في المعمل بتاعه حاجه اسمها ايه كاثود تيوب. عنده كاثود راي تيوب، حاجه تانية خالص كاثود راي تيوب، وليها اسم تاني كروكس تيوب. كان بيعمل بيها ابحاث، ما يعرفش ان دي هتطلع اكس راي. وبعدين زي ما قلنا لقى الستاره دي بتطلع لون اخضر بتفلوريس، اللي هي مدهونه بفوسفورس، ومفيش اي حاجه ممكن تخليها تفلوريس في المعمل الا الكاثود تيوب دي اللي هي اسمها كروكس تيوب دي. طب دي بتطلع ايه عشان يفلوريس؟ مش عارفين. فبدا يحط حاجز ما بينه وما بين الستاره، يحط ورقه، يلاقي الستاره برضو بتفلوريس،
حط كتاب فيه 2000 ورقه، برضه بتقدر تخترق ال 2000 ورقه وتخلي الكارد بورد دي فلورس. فقعد بقى يختبر، لا عندها باور اوف بنتريشن. يبقى اول حاجه احنا بدانا نتعلم حاجات على الاكس راي. هو اول حاجه اكتشفها انها بتعمل ايه قبل ما يسميها اكس راي اصلا، انها بتعمل ايه؟ فلوريسنس. لما بتيجي على فوسفورس بتعمل فلوريسنس، دي اول حاجه اكتشفها. تاني حاجه انها عندها هاي باور اوف بنتريشن، قعد يحط حواجز عشان يمنعها، يحجزها ما تعديش، لا بتعدي كتاب 2000 صفحه لا بتعديه، فعندها هاي باور اوف بنتريشن. احنا لحد دلوقتي عرفت خاصيتين على الاكس راي، ان لما بتيجي على فوسفورس بتعمل له ايه؟ بتفلوريس، تعمل فلوريسنس للفوسفورس. الحاجه الثانيه انها الباور اوف بنتريشن بتاعها عالي ولا قليل؟ عالي. فبدا بقى يجرب في مين؟ جاب مين بقى؟ جاب مراته. قال لك لا ايه نجرب في ايه؟ في المدام. انا عايز امسح. فجاب ايد مراته وقال لك طب ايه نعرضها للاكس راي دي. فلقى ادي خاتم اللي كانت مراته لابساه، ولقى انه مبين ايه؟ مبين السكين ولا الفات اللي تحت السكين السبكوتينيوس تيشو، ولا مبين الفليش اللحمه المصل، ولا مبين البون بس؟ مبين البون بس. بعد 1901 على طول بدات بقى الحرب العالميه الاولى، صح؟ وبعد كده في كسور كتير وفي اصابات حرب كتير، فبداوا يشخصوا بيها ايه؟ الفراكشرز دي كانت من اول الحاجات، صح؟ وبدا بقى استخدامها من هنا، وبدات بقى تخش كمان في ايه؟ في الاسنان، في البشري، في العظام، في تخصصات كتير قوي. ومن هنا بدا ايه؟ بدا اختراع الاكس راي. تمام؟ يبقى مين اول واحد اخترع الاكس راي او اكتشف الاكس راي؟ رونتجن. عرفنا لحد دلوقتي خاصيتين في قصه الاكتشاف دي، بس عرفنا خاصيتين. اول خاصيه انها بتعمل فلوريسنس، ثاني خاصيه انها عندها ايه؟ هاي باور اوف بنتريشن، بتقدر تخترق كتير جدا، صح؟ مين اول واحده صورها اشعه على ايديها؟ فراو، بيسموها فراو رونتجن عشان هو الماني يعني، لو انتم بتدرسوا الماني. هي اسمها ليها اسم، اسمها بيرثا. تمام؟ طيب تعالوا بقى شويه ديفينيشنز قبل ما ندخل بقى في الفيزياء وفي الجد شويه لكلمه راديولوجي ودنتال راديولوجي. اولوجي يعني ايه؟ كلمه اولوجي يعني علم، صح؟ لو انتوا ايه اي علم فيسيولوجي باثولوجي، صح؟ كلمه اولوجي دي بتتكرر معنا كتير قوي. اولوجي دي باللاتين يعني ايه؟ ساينس، صح؟ فعلم الاشعه وعلم اشعه الاسنان دنتال راديولوجي. فعلم الاشعه راديولوجي هو ساينس. كلمه اولوجي زي ما قلنا ساينس ديلينج وذ، احنا بنستخدم الاشعه في ايه؟ دايجنوزيس، صح؟ احنا معظم استخدام احنا في الاسنان دايجنوزيس بس في البشري دايجنوزيس وثيرابيوتيك. احنا علاج المالجنسي ايه؟ لو واحد جاله سرطان بيتعالج يا اما سيرجري يا اما كيمو يا اما الثالثه راديشن. فهو عموما كلمه راديولوجي هو الساينس ديلينج وذ دايجنوستيك و ثيرابيوتيك. مين اللي بيعمل ثيرابيوتيك؟ بتوع البشري للكانسر، لما يعالجوا كانسر براديو ثيرابي، ده من ضمن علم الراديولوجي. والحاجه الثالثه ان هم بيعملوا ريسيرش ابلكيشن، بيعملوا ابحاث، تمام؟ اوف اول كايندز اوف هاي انرجي راديشن. هو علم الراديولوجي مش بس الاكس راي، هي طبعا دي تخصصنا الاكثر، لكن في حاجات تانية زي الجاما ريز. الجاما ريز دي هي اللي بيعملوا بيها الثيرابيوتيك، الاكس ريز دي هي اللي بيعملوا بيها الايه؟ دايجنوستس. ان ميديسن اند دنتستري، كلمه الراديولوجي دي هتكون شامله بقى الطب كله. طب دنتال راديولوجي نفس الديفينيشن بس هنخصصه على ايه؟ على الاسنان، هنخصصه على الاسنان وهنشيل كلمه ايه؟ ثيرابيوتيك. لان انا لو حتى اورال كانسر محتاج راديو ثيرابي، مش انا كدكتور اسنان اللي بعمله، دكتور البشري هو اللي بيعرض الراديو ثيرابي، هو اللي بيعمل الكيموثيرابي كده، تمام؟ فدنتال راديولوجي ذا برانش اوف ساينس ديلينج وذ ذا يوز اوف رونتجن ريز. بالمناسبه الاكس ريز ليها اسم تاني، رونتجن ريز، على اسم مين؟ مين رونتجن؟ على اسم العالم اكتشفها، تمام؟ in the diagnosis of dental diseases. هنا خصصها بقى، بنشخص بيها ايه بقى؟ كيرز، بريدونتال ديزيزز، الامراض بقى بتاعتنا، تمام؟ اللي بتاثر مينلي على التيث والبون. طيب كلمه راديوجرافي زي ما قلنا كلمه اولوجي يعني ساينس، جرافي يعني ارت، صح؟ فوتوغرافي علم فن التصوير، صح؟ راديوجرافي فن الاشعه، تمام؟ فهو الارت اوف producing a shadow picture or image for a specific object on films or other image receptor. خلينا يعني نحاول نفهم بعض الحاجات كده، وكل الحاجات دي هتيجي بالتفصيل بعدين. يعني ايه شادو بيكتشر؟ احنا بنطلع في الاخر الفيلم ده صوره ابيض واسود، صح؟ فبيبقى صوره كانها شادو، كانها ظلال كده، ابيض اسود جراي، تمام؟ لسبيسيفيك اوبجكت اون فيلم. يعني ايه سبيسيفيك اوبجكت؟ ممكن احنا بنصور احنا
اسنان، حد تاني بيصور ايد، حد تالت بيصور رجل، حد رابع بيصور تشيست، حد خامس بيصور بطن. كل ده هنسميه في الاخر ايه؟ اوبجكت. احنا بنصور على ايه؟ احنا بنصور على ايه؟ على فيلم. انت بتحط فيلم ورا السنه، فالاكس راي تعدي على التوث، بعدين تروح على مين؟ على الفيلم، والفيلم ده بتحمضه يطلع لك صوره، صح؟ طيب مش عارف انتوا مين فيكم راح عياده اسنان قريب حقيقي بقى عالج سنانه او راح مع حد قريبه؟ ما حدش ما عنديش فيلم في العياده دلوقتي، انا عندي سنسور. يعني قصه الفيلم دي بدات تختفي، بقينا ديجيتال. هي نفس الاكس راي ماشي من غير تغيير، بس بدل ما بحط فيلم في بق العيان بحط سنسور. فانا عايزك تعرف ان مش الايمج ريسبتور. يعني ايه ايمج ريسبتور؟ مستقبل الاشعه، اللي بيستقبل الاشعه بعد ما تعدي على الاوبجكت. على فكره حتى في البشري، لو انا ايدي دي اتكسرت رحت المركز الاشعه دلوقتي، بيحطوا تحت ايدي ايه؟ فيلم؟ لا، بيحطوا سنسور. السنسور ده بيطلع صوره على الكمبيوتر ديجيتال. نفس الكلام، انت في عيادتك على فكره مش هتشوف فيلم، انت هتشوفه دلوقتي هتمرن بيه في التصوير، تمام؟ لكن لما تيجي تفتح عياده تروح تشتري ايه؟ سنسور. وسنسورز رخصت دلوقتي، وبعدين بقى الكوست احسن لصالح بدل ما تشتري كل يوم شويه افلام، هتشتري مره واحده في حياتك ايه؟ سنسور، تمام؟ فعندي كلمه اسمها ايمج ريسبتور، مستقبل الصور. مين الايمج ريسبتور؟ يا ايه يا ايه؟ يا فيلم يا ايه؟ حد يرد عليا؟ يا سنسور اللي هو الديجيتال. فيبقى هنا بيقول لك ايه؟ ان سبيسيفيك اوبجكت مش بس على فيلم او سنسور، الاثنين على بعض، الفيلم والسنسور الاثنين على بعض بسميهم ايه؟ ايمج ريسبتور، مستقبل الصوره اللي هيطلع لك صوره. by exposing this object to X-ray. طيب لما نيجي برضو نخصص نفس الديفينيشن بس على كلمه دنتال، زي ما انا قلت لك في الاول ايه؟ راديولوجي دنتال راديولوجي، راديوجرافي دنتال راديوجرافي، فتقول نفس الديفينيشن بس على كلمه ايه؟ تيث. مش هتقول بقى اي اوبجكت، هتقول تيث، صح؟ تيث وادجيسنت ستراكشرز. The art of producing a shadow picture or image for teeth and adjacent structure. بدل ما قلت لك اي اوبجكت خصصتها لك شويه عشان خليتها دنتال. By the exposure of a film or other image receptor to X-ray. تمام؟ تعالوا بقى نخش بقى في الجد شويه. كل اللي فات ده ايه؟ يعني قراءه كده لايت يعني، تمام؟ ونفهمها برضه. تعالوا بقى نتكلم في ايه؟ في جزء بقى كيمياء وفيزياء حقيقي. اول حاجه الموليكيولار ستراكشر. هذا الكون يتكون من حاجتين: ماتر، حاجات حسيه، الكرسي ده ماتر، جسمي ده ماتر، الكاميرا دي ماتر، التي في ده ماتر، تمام؟ ده اسمه ايه؟ ماتر. حاجه ايه؟ اقدر امسكها، اقدر احسها، تمام؟ وحاجه تانية انرجي. انا دلوقتي بكلمك، انت سامع الصوت صح؟ بس شايفه، شمه، حسه، تقدر تمسكه؟ لا، ده ايه؟ الفويس ده ايه؟ انرجي. في ضوء اهو، اللمبه دي مطلعه لنا ضوء منور لنا الاوضه، اللايت اللي طالع منها ده اقدر امسكه؟ ليه كتله، ليه وزن، ده ايه؟ انرجي. الموبايل ده شغال بايه؟ بيستقبل ويفز، صح؟ اقدر امسكها، اقدر احسها؟ لا، بشوف الاثر بتاعها، بعرف اعمل مكالمه تليفون، باخد نت، تمام؟ لكن فيبقى انا عندي الكون ده كله بيتكون من حاجتين: ماتر، اشياء حسيه ملموسه تقدر ليها وزن، ليها كتله تقدر تمسكها، وانرجي وطاقه، صح كده؟ طيب الماتر ده تعريفه anything that occupies space and has mass. اي حاجه بتشغل حيز من الفراغ، زي الكرسي، زي الكاميرا، زي الحيطه، زي وايه؟ وليها كتله، ليها ماس. والانرجي هنعرف دلوقتي ان من خصائصها لا ليها كتله ولا تشغل حيز ولا تقدر تمسكها ولا تقدر تلمسها ولا تقدر تشمها، حاجات كتير قوي. طيب الماتر ده بقى اصغر وحده فيه اسمها ايه؟ الاتوم، اللي هي الايه؟ الذره، صح؟ فيعني الكرسي ده عباره عن ايه؟ ذرات صغيره هي اللي عامله الكرسي. الكاميرا دي عباره عن ايه؟ ذرات صغيره عامله الكاميرا، تمام؟ واحنا حتى ايه في القران ربنا بيضرب مثل بايه؟ بالحاجه الصغيره بايه؟ بالذره. وان يعمل مثقال ذره خيرا يرى. حتى لو عملت خير صغير قوي قد الذره، يعني ايه حاجه صغيره؟ مضرب مثل بحاجه صغيره، ربنا ايه؟ هيجازيك بيه، واللي يعمل مثقال ذره شرا يرى. طيب الاتوم دي يبقى all matter is composed of ايه؟ atoms. اي ماتر في الدنيا، احنا قلنا في ماتر وفي انرجي. الماتر بقى بتتكون من ايه؟ من ايه؟ اهو من اتومز، تمام؟ طيب الاتوم دي عباره عن ايه؟ الاتوم دي عباره عن نيوكليس وحواليها الكترونز. ادي الاتوم اهي عباره عن
دي اسمها نيوكليس وحواليها الكترونز ماشيه في مسارات معينه. هذه النيوكليس جواها حاجتين، بروتونز ودي موجبه، ونيوترونز ودي نيوترال متعادله، وحواليها الكترونز بتلف ودي نيجاتيف سالبه. يبقى انا كده بيتكون من حاجتين، نيوكليس وحواليها الكترونز بتلف في مدارات ومسارات خاصه اسمها شيلز او اسمها اوربتس. طيب هذه النيوكليس جواها بروتونز موجبه ونيوترونز متعادله نيوترال، positively charged protons and neutral neutrons. الاثنين على بعض كده النيوكليس على بعضها ايه؟ فيها موجب وفيها متعادل، يبقى هي كلها على بعض ايه؟ موجب. ما هي فيها بروتونز بوزيتيف، انا بتكلم عن نيوكليس، والنيوترونز نيوترال، يبقى هي النيوكليس بوزيتيفلي تشارجد. الالكترونز نيجاتيفلي تشارجد هي تايني سمول، هي اصغر، الالكترونز اصغر من البروتونز والنيوترونز، charged particles that travel around the nucleus in well defined paths. اسمها ايه؟ بتلف في مسارات، اسمها ايه؟ اوربتس او شيلز. تمام؟ طيب هي ليها كام اوربت اور شيل؟ ماكسيمم 7، ماكسيمم ليها 7، ولازم نحفظ اساميهم. اول اوربت طبعا هو بيلف دايره كامله، لان احنا قاصينه، هو المفروض يلف كده دايره كامله اراوند النيوكليس، اسمه ايه؟ كي. الدايره اللي بعده الشيل او الاوربت اللي بعده اسمها ال ام ان او بي كيو. ممكن يكونوا اقل من 7 حسب عدد الالكترونز في الذره، لكن الماكسيمم كام شيل او كام اوربت؟ 7. سهل الكلام. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي نيوكليس جواها طيب عندي نيوكليس جواها في بروتونز بوزيتيفلي تشارجد، وجواها نيوترونز نيوترال، يبقى بروتونز بوزيتيفلي تشارجد ونيوترونز نيوترال، وحواليها كام شيل او اوربت؟ 7، ماكسيمم 7، صح؟ بيلف فيهم ايه؟ الكترونز، ايه هم؟ نيجاتيفلي تشارجد. يبقى كده الذره فيها كام سب اتوميك بارتيكل؟ 3. يعني ايه سب اتوميك بارتيكل؟ اصغر من اتوم. بروتونز ونيوترونز والكترونز. وعرفنا التشارجز بتاع كل واحده فيهم، وعرفنا اسامي انا عايز اشيل دي. ايوه، عرفنا اسامي الايه؟ الشيلز او الاوربتس اللي بتلف فيها الالكترون، كي ال ام ان او بي كيو. طيب عندنا في حاجه اسمها الاتوميك نمبر بتاع كل اتوم. ايه الاتوميك نمبر ده؟ عدد البروتونز اللي هو ايكوال لعدد الالكترونز، لان الاتوم هي نيوترال، عدد البروتونز دايما يساوي عدد الالكترون، فالبوزيتيفلي تشارجد قد النيجاتيفلي تشارجد بارتيكلز او سب اتوميك بارتيكلز، فالاتوميك فتبقى نيوترال في الاخر، الاوفرول بتاعها ايه؟ نيوترال. يعني لو انا قلت لك مثلا ده الصوديوم وده الاتوميك نمبر 11، معناه ايه؟ فهمت ايه من الرقم ده؟ ان عدد النمبر اوف بروتونز في ذره الصوديوم كام؟ في الصوديوم اتوم 11، وعدد الالكترونز كام؟ 11، صح؟ لو قلت لك ده اسمه بوتاسيوم والاتوميك نمبر 19، عرفت ان عدد البروتونز 19، عدد الالكترونز 19. لو عرفت لو ده الليد ده ليه قصه معانا، لان ده حاجه الاكس راي كان نوت بنتريتد. الليد اللي اسمه بي بي او الرمز بتاعه بي بي، ده الاتوميك نمبر بتاعه 82، رقم عالي جدا. يعني عدد البروتونز كام؟ 82، عدد الالكترونز كام؟ 82. طب لما هو يكون عدد الالكترونز والبروتونز 82، الاتوم دي صغيره ولا كبيره؟ كبيره، فكان نوت الاكس راي كان نوت بنتريت. طب انا عايز احمي نفسي من اكس راي، بلبس ايه؟ ليد ابرون. يعني ايه ابرون؟ قميص، يعني بلبس قميص من الليد، بيكون تقيل قوي وانا لابسه، بس بيحمي جسمي من ايه؟ من الاكس راي. احنا قلنا الاكس راي عندها هاي بنتريشن باور، صح؟ فاكرين؟ قلنا لما رونتجن جاب كتاب 2000 صفحه الاكس راي عدته، لكن ما قدرش تعدي مين؟
الليد. لو انت جبت ثيكنس من الليد حوالي 1 مللي بس مش هتقدر تعدي الاكس راي، فده حمايه من الاكس راي. لما انت تيجي ترخص مركز اشعه، لو انا رايح بفتح مركز اشعه بروح لوزاره الصحه اقدم على ترخيص، بيقول لي لازم ايه؟ ترصص الاوضه. يعني الاوضه دي هنعمل في مركز اشعه بحط جوه الحيطه دي ايه؟ شيت من الليد. طب اشمعنى؟ عشان اللي قاعد في الاوضه الثانيه يتعرض للاكس راي ولا ما يتعرضش؟ اللي ماشي في الكوريدور بره يتعرض للاكس راي ولا ما يتعرضش؟ ما يتعرضش. فيقول لي لازم ترصص الاوضه كلها. فده الليد. فعرفنا اول حاجه كلمه اتوميك نمبر هو النمبر اوف بروتونز انسايد ذا نيوكليس وايكوالز النمبر اوف الكترونز في الاوربتس او الشيلز. صح كده؟ طيب في حاجه ثانيه بقى اسمها الماس نمبر او اسمها الاتوميك ويت. ده بقى النمبر اوف بروتونز اللي هو نفسه النمبر اوف الكترونز مش هنختلف بلس النمبر اوف نيوترونز، مجموع الايه؟ الاثنين بروتونز بلس نيوترونز. مجموع الاثنين. انت عندك مثلا لما اجي اقول لك الصوديوم، انا قلت لك الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ الصوديوم 11، الماس نمبر بتاعه 23. طب انا من المعلومه دي حد يقول لي عدد البروتونز كام، عدد الالكترونز كام، عدد النيوترونز كام؟ من اسم الذره كده بالاتوميك نمبر بالماس نمبر. البروتونز 11 الالكترونز 11 صح. طب النيوترونز بقى 12. جبتها منين؟ صح. لما الدكتور قال لك 23 ده البروتونز بلس النيوترونز. طب انا عارف ان البروتونز 11 هيبقى فاضل كام كده عشان نكمل 23 12 صح. طيب فانا عندي الماس نمبر او الاتوميك ويت والاتوميك نمبر بتاع كل ايه؟ بتاع كل اتوم، اقدر اعرف منها عدد البروتونز، عدد الالكترونز، عدد النيوترونز. طيب تعالوا بقى جوه الاتوم دي انت عندك في حاجه نيوترال اللي هي مين؟ نيوترونز. وعندك حاجه بوزيتيف اللي هي مين؟ صح. وعندك حاجه نيجاتيف اللي هي مين؟ كده الاثنين دول مع بعض يحصل ما بينهم اتراكشن ولا تنافر يبعدوا عن بعض؟ اتراكشن صح؟ الفورس اللي بتخليهم ياتراكت عشان هم اقطاب مختلفه او شحنات مختلفه اسمها الكتروستاتيك فورس او اسمها بايندينج انرجي. اسمها ايه؟ الكتروستاتيك فورس او بايندينج انرجي. طب اسالكم سؤال، انا عندي النيوكليس دي كلها على بعض بتكون ايه؟ النيوكليس التشارج بتاعتها بوزيتيف صح، عشان هي فيها بروتونز بوزيتيف ونيوترونز نيوترال. عندي بعد كده كام شيل؟ 7 كي ال ام ان او بي كيو. مين انهي الكترونز اللي في الكي ولا في ال ولا في الام ولا في الان ولا في البي ولا في كيو ولا او ولا بي كيو هي اللي البايندنج انرجي بتاعتها اكتر؟ كي. كل ما انا اقتربت من البوزيتيف هيكون البايندنج انرجي اعلى، كل ما ابتعدت كل ما البايندنج انرجي اقل. يبقى الالكترونز اللي في ويتش شيل او ويتش اوربت هايست بايندنج انرجي كي، واللوست كيو. عندي بقى فورس تانية. طب هو السؤال بقى الاول، لو انا عندي البايندنج انرجي بس اللي هي اسمها الالكتروستاتيك فورس دي، يبقى كده لازم الاتوم تكولابس، لان الالكترون هيأتراكت ناحيه النيوكليس اللي بوزيتيف ويحصل خلاص كولابس. هيجي ايه اللي مخليه ماشي في مسار للطاقه بعيد وما يقربش وما يحصلش؟ الالكتروستاتيك فورس دي تعمل له اتراكشن ويقرب من النيوكليس. وليه ماشي عشان هو مش ثابت في الاوربت، هو شغال في الاوربت يعمل ايه؟ يلف. وهو شغال يلف في الاوربت او الشيل اللي هو فيها بيعمل فورس ثانيه اسمها سنتريفيوجال فورس. سنتريفيوجال فورس دي عشان هو شغال يلف بسرعه عاليه جدا، جوه الشيل، فالسرعه دي كانها ايه؟ بتبعده. لو انت قاعد تعمل كده فدي كانها بايه؟ بتبعده. فانا عندي كده في نوعين من الفورس شغالين. الاولاني بيحاول يعمل بايندنج الالكتروستاتيك او اسمه بايندنج انرجي، بيحاول يقرب ده كده. واحده بتحاول تبعدها كده اسمها ايه؟ سنتريفيوجال فورس. الاثنين دول قد بعض في الذره بيعملوا بالانس. ففي الاخر الالكترون ده هيبقى ايه؟ هيبقى ماشي في الاوربت بتاعه، لا يقرب من هنا لا يقرب من النيوكليس ولا يبعد عن النيوكليس، هيتنه ثابت في هذا المكان. يبقى كده في الاتوم في بالانس بين تو فورسز.
واحده عايزه تقرب الالكترون من النيوكليس اسمها الكتروستاتيك او بايندنج، ودي اعلى حاجه في الكي واقل حاجه في الكيو. وفي واحده تانية نتيجه السرعه والسبيد اللي الالكترون بيلف فيها حوالين النيوكليس اسمها سنتريفيوجال فورس، بتحاول تبعد الالكترون عن النيوكليس، والاثنين دول بالانس وقد بعض ايكوال لبعض. تمام. طيب في بقى حاجه ان انا عندي كلمه اتوم نيوترال. كلمه اتوم معناها نيوترال. في كلمه تانية بقى عايز نعرفها اسمها ايون معناها تشارجد. يعني ايه؟ تعالوا نبص كده على هذه الاتوم الجميله، فيها نيوكليس، والنيوكليس دي جواها ايه؟ بروتون، بوزيتيفلي تشارجد بروتونز، و نيوترالي تشارجد نيوترونز، وحواليها بيلف في الاوربتس نيجاتيفلي تشارجد الكترونز. ماشي. جت طاقه من بره شالت الكترون طلعته بره الاتوم خالص. جت انرجي اقوى من البايندنج انرجي بتاعت الالكترون. هو ايه اللي مخليه ما يبعدش اصلا وما يبعدش من الاتوم؟ في بايندنج انرجي. انا جبت انرجي خارجيه جت ضربت في هذه الاتوم وضربت هذا الالكترون باقوى من البايندنج انرجي بتاعته، فخلعته من مكانه وطيرته بره الاتوم خالص. لو عملنا الحكايه دي اللي بنسميها ايونايزيشن. يعني ايه ايونايزيشن؟ يعني بحول الاتوم النيوترال الى تشارجد. لا تشارجد، لا ايون. لما نقول تشارجد نقول ايون، لما نيوترال نقول اتوم. فبيسموها ايونايزيشن. كده الاتوم دي اصبحت ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف دلوقتي؟ لما انا ريموفد الكترون فروم ات بوزيتيف. هو الحقيقه هنا بيقول لك ايه؟ هو اتخلق بير ايونز. يعني كام ايون؟ 2. الالكترون ده اللي بقى فري واتطرد بره النيوكليس ده وبقى لوحده هو نيجاتيفلي تشارجد، فهو شخصيا ايه؟ بنعتبره ايه؟ ايون. هو حته الكترون فيري تايني فيري سمول صغير، بنعتبره ايه؟ ايون. والاتوم دي اللي كانت نيوترال وشلنا منها الكترون اصبحت بوزيتيفلي، فاصبحت بوزيتيف ايون. فبيقول لك انا دلوقتي لما عملت ايونايزيشن انا خلقت بير ايونز، واحد نيجاتيف اللي هو الالكترون شخصيا نعتبره ايون حتى لو هو لوحده من غير ذره خالص ومن غير باقي الحاجات، وواحده اصبحت بوزيتيفلي تشارجد ايون اخرى، فاسمها ايه؟ ايونايزيشن. ايونايزيشن يعني عمليه تحويل اتوم الى ايون. تمام؟ فممكن يكون نيجاتيفلي تشارجد ايون او بوزيتيفلي تشارجد ايون. تعالوا نقرا كده. Ionization is the process of removing an electron from an electrically neutral atom. هي كانت نيوترال في امان الله، عدد البروتونز ايكوال لعدد الالكترونز ونيوترال والدنيا كويسه. عملنا ايه؟ ريموفينج الكترون فتحولت الى ايون. تو بروديوس ايون بير. فين البير؟ مش كده واحد، لا كده 2. الالكترون اللي طار، الالكترون النيجاتيفلي تشارجد وطلع بره الاتوم ده بنعتبره ايه؟ ايون. والتاني الاتوم ناقص الالكترون بقت بوزيتيفلي تشارجد ايون، يبقى كده عندي ايون بير. This process converts atoms to ions. Normally most atoms are neutral. اعتبرها all. كل كلمة اتوم دايما ايه؟ نيوترال. A neutral atom contains an equal number. كلام مش جديد. هي ليه نيوترال؟ عشان عدد البروتونز قد عدد الالكترونز. An atom with an incompletely filled outer shell is electrically unbalanced and attempts to capture an electron from an adjacent atom. يعني ايه؟ يعني احيانا كمان الاتوم بدل ما تريموف منها الكترون ممكن ايه؟ تجين الكترون، صح؟ وبالتالي تصبح ايه؟ لو هي جين الكترون نيجاتيف واللي بتلوز الكترون بوزيتيف. تمام؟ طيب في حاجه تانية بقى غير كلمه ايونايزيشن اسمها اكسايتيشن. يعني لو انا اديت للاتوم طاقه اقل من البايندنج انرجي، يعني ده الكترون قاعد في امان الله في الكي، جه عليه طاقه انرجي
لو هي اقوى من البايندنج انرجي هتعمل ايونايزيشن، هتطير الالكترون ده لبره الذره خالص ويحصل ايه؟ ايونايزيشن. بس انا اديته طاقه اقل شويه من البايندنج انرجي، هنعرف البايندنج انرجي كام بالارقام كمان شويه في الكي وفي ال وفي الام. طيرته للشيل اللي بعدها، يعني مش طردته بره الاتوم خالص، خليته بدل ما هو في الكي مثلا بقى في ال. دي اسمها اكسايتيشن. يبقى مين اللي يحتاج انرجي اعلى عشان تعملي ايونايزيشن ولا عشان تعملي اكسايتيشن؟ مين اللي بيحتاج انرجي اعلى؟ ايونايزيشن. لازم الانرجي تكسيد ايه؟ تبقى اعلى من ايه؟ من البايندنج انرجي. لو انا جبت ضربت في الالكترون باقوى من البايندنج انرجي هيطلع بره الذره خالص، هتتحول من اتوم الى ايون، هيحصل ايونايزيشن. طب ضربته بس ضربه اضعف شويه، نطرته بس للشيل اللي بعديها، نطرته من الشيل دي للشيل اللي بعديها، ده اسمه اكسايتيشن. طيب لما بيحصل اكسايتيشن تعالوا بصوا، هناخد الكلام ده في الاكس راي برودكشن لان بيحصل فيها اكسايتيشن. بنقيس البايندنج انرجي بحاجه اسمها كيلو الكترون فولت. مش علينا في الشابتر ده، مش مكتوبه في الشابتر ده، تبقى مكتوبه في الشابتر الجاي، بس خلينا نقولها. الكي البايندنج انرجي بتاعته اقوى واحده، صح؟ اتفقنا على دي 70 كيلو الكترون فولت بالظبط. ال 11 كيلو الكترون فولت. الام 3 كيلو الكترون فولت. طب هديك سؤال، انا دلوقتي لو جيت ضربت في الكي، عملت انرجي ضربت في الكي، ضربت في الكترون موجود في الكي شيل، حصل له اكسايتيشن، وبدل ما هو في الكي راح لمين؟ لل. كده هو فقد طاقه ولا كسب طاقه؟ الالكترون ده فقد. هو كان كام بايندنج انرجي؟ 70، اصبح كام؟ 11. كده فقد طاقه قد ايه؟ برافو عليك. طيب لو انا جيت ضربت في واحد في الكي، الكلام ده كده وكده هتشرح بالتفصيل المره الجايه الارقام دي، بس انا هقولها لك من دلوقتي. لو ضربت في واحد في ال حصل له اكسايتيشن، راح لمين؟ للي بعده، للام. هيفقد قد ايه طاقه؟ 8. اللي هي 11 اصبح كام؟ 3. فبيلوز انرجي لما تعمل له اكسايتيشن. يبقى if the transferred energy الانرجي اللي ضربت في الاتوم is not great enough انها تعمل ايونايزيشن. لو هي الطاقه اللي انت ضربت بيها الاتوم دي ضعيفه شويه، ما قدرتش تريموف الالكترون، ما قدرتش تعمل ايونايزيشن، يبقى هتعمل بدلها ايه؟ excitation. The electron receiving the transferred energy is raised to higher energy level. higher يعني يبعد اكتر عن اللي في الكي يروح ال، اللي في ال يروح الام، اللي في الام يروح الان، يبعد اكتر فيلوز ايه؟ انرجي. كيو. لا ما فيش حاجه اسمها اكسايتيشن لكيو، لانه هيروح فين بعديها؟ لو طلع براه يبقى خلاص بقى ايونايزيشن، صح كده؟ طيب فانا دلوقتي هيروح تو ان اوتر شيل، يحصل ايه؟ يلوز انرجي، والاتوم دي تطلع الانرجي دي. يبقى الاتوم دي هتطلع ايه؟ انرجي. قول. الحين انت بتحكي الطاقه اللي هتدخل على الكي، طب ليه ما تدخل على الكيو في الاول؟ ما دام انت طاقه حلو. حلو، سؤال حلو جدا، سؤال حلو، سؤال حلو. وعلى فكره بقى احيانا ما بتضربش في كي، احيانا بتضرب في النيوكليس نفسها. انت الالكترون دي ثابته ولا بتلف؟ طب عارف الكي ده بيلف فيه كام واحد؟ كام الكترون؟ 2 ماكسيمم. فلما بيلف فيه 2 بس هيبقى فيه فرصه انه يعدي من الاثنين وهما بيلفوا ويضرب في النيوكليس ولا لا؟ فعنده فرصه انه يعدي من الالكترونز اللي في الكيو واللي في البي والاو ويوصل لحد الكي عادي. بالظبط. وعلى فكره مش كل الذرات فيهم 7 شيلز. يعني انت عندك الهيدروجين والهيليوم. الهيليوم فيه كام الكترون؟ 2. هيليوم اتوميك نمبر 2. يبقى هو فيه فين بس؟ كي بس. اصلا ما عندوش شيل غير الكي. فانت اصلا مش كل احنا قلنا ماكسيمم 7 شيلز، لكن مش معنى كده ان كل الاتومز فيها 7. في اتومز فيها 6، في اتومز فيها 5، في اتومز فيها 4، حسب عدد الالكترونز اللي عندك. فاهم حاجه؟ ده اول حاجه. تاني حاجه بفرض حتى فيها لحد الكيو، هم دول ريفولفنج بيلفوا، فاحيانا بيعدي ما بينهم ويوصل للانر، احيانا بيعدي من ال7 شيلز ويوصل للنيوكليس. بس احنا خلينا دلوقتي في حته بس اكسايتيشن، انه يرفع الكترون للطاقه اللي بعديها. لو خبط في اول الكترون من كيو
مفيش اكسايتيشن، هيحصل ايه؟ ايونايزيشن. تعالوا بقى بعد ما اتكلمنا شويه على الاتوم والايونايزيشن والاكسايتيشن، هنتكلم على الراديشن اللي هي موضوعنا. It is the emission والtransmission وpropagation of energy or substance. بالراحه بقى تاني. هنرجع تاني لكلمه energy او substance. energy وعرفناها، substance دي ممكن اكتبها لك بكلمه تانيه، هي ايه؟ ما احنا قلنا الكون ده كله بيتكون من ايه؟ ماتر وانرجي. فالراديشن انا عندي فيها نوعين، في راديشن عباره عن انرجي وفي راديشن عباره عن بارتكلز او يسموها بارتيكيوليت، تصغير بارتكل صغيره. تمام؟ فبرضه حتى الراديشن في منها ماتر وفي منها ماتر وفي منها انرجي. زي ما قلنا الكون كله هو ماتر وانرجي. فبرضه نفس الكلام الراديشن، في انواع من الراديشن تحتسب انرجي وفي انواع من الراديشن تحتسب ماتر. طيب عندي تقسيمتين او تو كلاسيفيكيشنز للراديشن. واحنا ليه بندرس الراديشن؟ لان الاكس راي اللي هي الماده بتاعتنا هي عباره عن ايه؟ راديشن. طب حد شاطر يقول لي الاكس راي تعتبر ماتر ولا انرجي؟ انرجي. طيب في تقسيمتين للراديشن. التقسيمه الاولى ايونايزنج راديشن ونون ايونايزنج راديشن. طيب يعني ايه بقى الكلام اللذيذ ده؟ لو الانرجي بتاعتي هاي انرجي هتعمل ايه في اي اتوم تخبط فيها؟ ايونايزيشن. طب الانرجي بتاعتي اقل شويه مش هتعمل ايونايزيشن، هتعمل اسميها نون ايونايزنج راديشن. فانا اول تصنيف للراديشن هو هاي انرجي ولا لو انرجي، بس انا اقول لك بطريقه ثانيه. الهاي انرجي هسميه واللو انرجي هسميه نون ايونايزنج راديشن. طيب هقولها لك كمان بطريقه اخرى. ايونايزنج ده مضر للجسم، harmful to our bodies. لما يقع على جسمك ايونايزنج راديشن ده harmful to your bodies. لما نون ايونايزنج غير مضر. هديك 100,000 مثال. لو انت تعرضت للهاي دوزز اوف اكس راي، الاكس راي ايونايزنج بالمناسبه للاسف مضره لاجسامنا. لو انت دكتور قعدت شغال بقى في المهنه 40 50 سنه، ربنا يديك الصحه طولة العمر، وكل يوم قاعد تصور ايه؟ اكس رايز، مش مهتم قوي بحته البروتكشن ومش مركز فيها، فخدت اكس رايز كتيره، ممكن يجي لك ايه؟ ممكن يجي لك كانسر. ممكن الاولاد الاوف سبرينجز نفسها ياثر جيناتيك، الاولاد يطلعوا مشوهين. تمام؟ فليه مشاكل وليه مضار. ليه؟ لانه ايونايزنج ولا غير ولا نون ايونايزنج؟ ايونايزنج. طيب لو انت كل يوم بتتفرج على التي في، مش في انرجي بتيجي من التي في؟ هل بيتضر؟ انت كل يوم قاعد على المسلسلات والافلام والاخبار وماتش الكوره وبتتفرج ليل ونهار، هل هيحصل لك اي ضرر؟ لا نهائي. لان الاشعاع اللي طالع من التلفزيون ده ايه؟ الراديشن اللي طالع من التلفزيون ده ايه؟ نون ايونايزنج. كل يوم بنسمع الراديو، الفيزابل لايت، الراديو ويفز، الرادار اللي بيدينا مخالفات بتاعه المرور، المايكروويف، كل دول بيطلعوا راديشن بس غير مضره مهما تعرضت ليها، لانها ايه؟ نون ايونايزنج. يبقى انا اول تقسيمه، اول كلاسيفيكيشن للراديشن في ايونايزنج وده المضر، ده اللي لازم تحمي نفسك منه، وفي ايه؟ نون ايونايزنج غير مضر. سهله؟ مين اللي هاي راديشن؟ مين اللي هاي انرجي؟ يبقى radiation that is capable of producing ions، بيعمل عمليه ايونايزيشن، بيحول الاتوم الى ايون by removing or adding an electron على الاتوم، ده اسمه ionizing. دول كلهم ايه؟ حد يرد عليا، دول كلهم ايه؟ هاي انرجي. طيب في non ionizing radiation associated with insufficient energy to remove orbital electrons، يا اما مش هتاثر خالص يا اما تاثر تاثير اخف من الايونايزيشن وغير مضر، اسمه اكسايتيشن. يبقى انا لما اجي دلوقتي اعرضك لنون ايونايزنج راديشن، يا اما ضعيفه جدا مش هتاثر عليك في اي حاجه، يا اما هتيجي على الاتوم تاثر تاثير خفيف شويه اسمه اكسايتيشن، هتريموف الكترون، لا هتطلعه لايه؟ لاوتر شيل بس، وده غير مضر. تمام؟ طيب التقسيمه الثانيه بارتيكيوليت والكترومagnetic. بارتيكيوليت دي يقول لي كلمه ثانيه ماتر، والكترومagnetic يقول لي كلمه ثانيه انرجي. بس في حاجات محسوسه ليها ماس وويت وكتله وتقدر تمسكها وتحسها، تمام؟ حتى لو صغيره ممكن مش هبقى شايفها، بس اقدر ايه؟ ليها، حتى لو تشوفها تحت الميكروسكوب، تمام؟ ليها كتله، ليها ماس، ليها ويت، حتى لو قليل.
هي طبعا بتكون قليله لانها ما اسمهاش بارتيكل، اسمها ايه؟ بارتيكوليت، ده تصغير يعني بارتيكل صغيره. وفي الكترومagnetic وده لا ليه ماس ولا ويت ولا تقدر تحسه ولا تقدر تشمه ولا تقدر تشوفه ولا تمام. تعالوا اول واحد البارتيكوليت راديشن. هو تايني سمول، تايني يعني سمول، تايني يعني صغير، سوليد بارتيكلز. وهي عشان سمول بارتيكل سموها ايه؟ بارتيكوليت، تصغير بارتيكل اوف ماتر. دي ماتر ولا انرجي اللي احنا البارتيكوليت ماتر ولا انرجي؟ حد يرد عليا؟ ماتر. والالكترومagnetic انرجي that possess mass. ليها ايه؟ بعكس الانرجي نو ماس. travel in straight lines at high speed، يعني تلاقيها بارتيكل صغيره ماشيه في خط مستقيم بسرعه عاليه جدا. دي اسمها particulate radiation. These radiations يا اما طالعه من مواد مشعه زي اليورانيوم، راديو ايزوتوبس. راديو ايزوتوبس دي في حاجات موجوده ناتشورال وفي حاجات الانسان بيصنعها، بيعملوا مفاعل نووي ويصنعوا فيه راديو ايزوتوبس. فيا اما emitted from راديو ايزوتوبس او نتيجه انشطار ذري. الاتوم دي لو انشطرت هتطلع ايه؟ سب اتوميك بارتيكلز اللي هم مين؟ بروتونز، نيوترونز، الكترونز. دول يعتبروا بارتيكوليت راديشن. بالراحه تاني بالراحه تاني. يا اما نووي يا اما ذري، من الاخر دول اللي هيطلعوا لك الايه؟ البارتيكوليت راديشن. نووي ده بيطلع من اليورانيوم، وتسمع بقى اليورانيوم مخصب ويورانيوم مشع والكلام ده كله، ده بيطلع بارتيكوليت راديشن من ذرات اليورانيوم. يا اما ناتشورال يورانيوم موجود في الطبيعه، يا اما ايه؟ ارتفيشال الانسان هو اللي صنعه. راديوم، يورانيوم، حاجات زي كده بتطلع ايه؟ بتطلع بارتيكوليت راديشن. يا اما من سبليتنج اوف اتومز اللي هو انشطار الذره، لما الذره تنشطر تتفتت تطلع ايه؟ الكترونز وبروتونز ونيوترونز. طيب انا بس عشان ما نطولش في البارتيكوليت لانه مش موضوعنا الرئيسي، موضوعنا الرئيسي مين؟ الكترومagnetic، لان الاكس راي تعتبر انا عندي حصرا وهتحفظوهم هم 5 بارتيكوليت راديشن. في 3 انتوا عارفينهم مش جداد عليكم. وعارفين كل واحده فيهم اتشارجد بايه؟ ده كلام عادي. الالكترونز دي بارتيكوليت راديشن، دي سمول بارتيكلز بتمشي بسرعه عاليه في ستريت لاين لما يحصل انشطار للذره، لما يحصل سبليتنج للاتوم. والبروتونز نفس الكلام، والنيوترونز نفس الكلام. والالكترونز دي بتكون ايه؟ نيجاتيفلي تشارجد، والبروتونز بوزيتيفلي، والنيوترونز. طيب في حاجتين تانيين جداد، بيتا ودي عباره عن الكترونز. في فرق ما بينها وما بين الالكترونز اللي قبليها ومش علينا تفاصيل، حاجه اسمها بيتا بارتيكلز. وفي الفا بارتيكلز، دي ذره الهيليوم من الاخر. ذره الهيليوم دي عباره عن ايه؟ 2 بروتونز او النيوكليس بتاعت الهيليوم، 2 بروتونز و2 نيوترونز. 2 بروتونز و2. طيب انا من الكلمه دي قلت لك البيتا دي شبه مين جدا؟ او هي عباره عن ايه اصلا؟ الكترونز. تبقى دي ايه؟ التشارج بتاعتها نيجاتيف. الالفا ده قلت لك ده 2 بروتون معاهم 2 نيوترون، النيوكليس بتاعت الهيليوم. هيبقى التوتال بتاعها ايه؟ بوزيتيف كام؟ 2. من هنا اقدر اقول لك معلومه مهمه جدا، كل البارتيكوليت راديشن ار تشارجد اكسبت غلط، البيتا نيجاتيف. النيوترونز الوحيده اللي اني تشارجد في ال5 نيوترونز، يبقى فيهم 2 نيجاتيف وفيهم 2 بوزيتيف، واحده بس نيوترون. الاثنين نيجاتيف الالكترونز والبيتا بارتيكلز دول نيجاتيفلي تشارجد. 2 بوزيتيفلي تشارجد الالفا والبروتونز، واحده فقط نيوترال اللي هي مين؟ نيوترونز. يبقى مين اللي يبقى لما يجي يقعد يسالك بقى في الام سي كيوز اسئله اللفه، all of the following are particulate radiation and charged except، ويجيب لك ال5 في الاختيارات. فاهمين حاجه؟ مين الوحيده اللي فيهم مش تشارجد؟ طيب ماشي. خلينا نقيم الاسئله بعدين، خلينا دلوقتي نحلها. كلهم تشارجد ما عدا مين؟ ما عدا النيوترونز. يبقى الوحيد فيهم اللي مش تشارجد هو النيوترونز. دي معلومه مهمه جدا. تعال نشوف البروبرتيز بتاعه البارتيكوليت راديشن. they are tiny او small او minute، كلها نفس المعنى، particles، يعني هي عباره عن particles صغيره. they have mass ولا ما لهمش ماس؟ ليهم ماس. مين اللي ملوش ماس؟ electromagnetic. they have very high velocity او speed. قول velocity قول speed، دي قلناها برضو من الاول. بتمشي بسرعه عاليه جدا، قلنا بتمشي بسرعه عاليه جدا في straight lines. في straight lines they travel in straight lines. they have a charge، كلهم ليهم تشارج ما عدا
نيوترونز. they transmit kinetic energy. يا دكتور بقى انت هتلخبطنا، مش لسه قايل ان البارتيكولات دي ماتر، جاي تقول انرجي؟ يا حبيبي هي ماتر ماشيه بسرعه عاليه فبتنقل سرعه. هي العربيه والقطر والطياره دول ماتر ولا انرجي؟ ماتر، بس لما ماشيين بسرعه السرعه دي اسمها كاينيتيك انرجي. حد فاهم حاجه؟ فهم ماتر، انا ما غيرتش الكلام، بس هم بينقلوا كاينيتيك انرجي عشان هم ماشيين بسرعه في ستريت لاينز. they are not used on dentistry. عشان كده مش هنتكلم فيها كتير البارتيكوليت، لان ما بتستخدمش في في الاسنان، لكن بيستخدموها البشري في الثيرابيوتيك، في بعض حاجات ثيرابيوتيك في الميديكال فيلد. طيب الحاجه المهمه قوي ان جميع البارتيكوليت ار ايونايزنج. تاني انا قسمت تقسيمتين للراديشن، التقسيمه الاولى ايونايزنج ونان، التقسيمه الثانيه بارتيكوليت و الكترومagnetic. المعلومه المهمه هرجع تاني طيب لورا كده عشان اكدها لك، انا كنت فوتها قاصد يعني. هنا بيقولوا ايه بقى في الايونايزنج؟ اقرا الايونايزنج. ايونايزنج راديشن كان بي كلاسيفايد ان تو جروبس. بارتيكوليت، جميع البارتيكوليت ايونايزنج لانهم كلهم هاي انرجي، فلو خبطوا في اتوم بيعملوا اكسايتيشن ولا ايونايزيشن؟ ايونايزيشن. يبقى جميع البارتيكوليت ايونايزنج، ولكن مش كل الالكترومagnetic ايونايزنج. الالكترومagnetic بقى نقسمه، الهاي انرجي منه ايونايزنج واللو انرجي منه مش ايونايزنج، صح كده؟ لكن البارتيكوليت كلها ايونايزنج. فهنا في الايونايزنج قسمناها البارتيكوليت وبعض الالكترومagnetic وليس كل الالكترومagnetic. طب هنا بقى قسمناها النون ايونايزنج، قسمناها لا، لان كل النون ايونايزنج دول ايه؟ الكترومagnetic، ما فيهمش ولا واحده بارتيكوليت. وانتوا حافظين البارتيكوليت اهو، عدوا عليا. كتبت حاجه من الخمسه بارتيكوليت؟ مين الخمسه بارتيكوليت؟ نيوترون. دول ثلاثه بتوع الاتوم خلاص حفظناهم، والفا وبيتا بس. فدول كلهم. يبقى تعالى بقى عشان الاسئله اللي انت بتقول عليها سهله ولا صعبه. all electromagnetic radiations are ionizing، صح ولا غلط؟ طب all true ولا false؟ false. all electromagnetic radiation are non-ionizing، صح؟ طيب all ionizing are particulate، غلط. all non-ionizing are electromagnetic، صح، دي الوحيدة صح. صح؟ طيب خلاص، تعالوا بقى، أنا كده خلصت البارتيكوليت وعرفنا كل البارتيكوليت ار ايونايزنج راديشن لأن كلهم هاي انرجي. تعالوا بقى للالكترومagnetic. الكترومagnetic عشان هي بتعمل حواليها، هي بتمشي بشكل ويفز مش ستريت لاين، وبتعمل حواليها الكتريك فيلد ومagnetic فيلد، فبيسموها الكترومagnetic راديشن. هي دي بقى انرجي ولا ماتر؟ انرجي. ليها ماس ولا ملهاش؟ ملهاش، لسه قايل لك انرجي. through a space as a combination of electric and magnetic field. كلهم بيمشوا بسرعة الضوء، واللي احنا هنحفظها سرعة الضوء وليس الصوت عشان الام سي كيو. 3 في 10 to the power 8 meters per second تساوي 186 miles per second. كلهم بيمشوا بسرعة الضوء. اللايت نفسه اكيد ده بسرعة الضوء. التي في ويفز، الراديو ويفز، الاكس رايز كلها يبقى لما يجي يسالك الاكس راي بتمشي بسرعه ايه؟ الاكس راي دي الكترومagnetic يبقى بسرعه الضوء. خلاص خلص. هو مين اسرع، الضوء ولا الصوت؟ الضوء. لانك انت بتشوف البرق ولا بتسمع الرعد الاول؟ بتشوف البرق الاول بعديها تسمع الرعد. هما الاثنين حصلوا مع بعض في السماء، بس واحد وصلك الاول عشان هو اسرع اللي هو مين؟ الضوء. بعديها تسمع الصوت عشان هو ابطا. فهمت حاجه؟ فيبقى كلهم بيمشوا بسرعه الضوء، وهنحفظ سرعه الضوء دي قد ايه. طيب تعالى بقى الالكترومagnetic هقسمها لهاي انرجي سميها ايه؟ ايونايزنج، ولو انرجي واسميها نون ايونايزنج. تعالى كده الثلاثه دول الاكس رايز للاسف ايونايزنج، عشان كده لازم هناخد شابتر كبير قوي اسمه راديشن بروتكشن عشان تقعد طول حياتك تحمي نفسك ازاي من هذه الاشعه المضره. هي تضر مين اكتر، العيان ولا الدكتور؟ الدكتور. العيان هيصور كام اشعه؟ 10 15 50. انا بقى كل يوم بصورهم. فطبعا الدكتور بروتكشن مهم والبيشنت بروتكشن مهم طبعا، بس ايه، بس الدكتور عرضه اكتر. فيبقى الاكس راي للاسف هي هاي انرجي ولا لو انرجي؟ يعني ايونايزنج ولا نون؟ يعني مضره لجسمك ولا مش مضره؟ مضره. يبقى انا عرفت ادي اتعلم حاجات كتير على الاكس راي اهو. في الاول خالص قلت لك انها بتعمل فلوريسنس ساعه قصه اكتشافها، ساعه لما رونتجن اكتشفها قلت لك هاي بنتريشن،
وبقول لك دلوقتي انها ايونايزنج يعني هارمفول تو اور بوديز، تمام؟ والجاما ريز وحاجه اسمها الكوزميك ريز، الثلاثه دول هاي انرجي معايا يا دكتور؟ الثلاثه دول هاي انرجي فايونايزنج. طب الراديو، التي في، اللايت نون ايونايزنج. يبقى هنا بيقول لك ايه بقى يا دكتور؟ depending on their energy الالكترومagnetic spectrum members EMS دي يعني electromagnetic spectrum members اللي هم الالكترومagnetic كلهم يعني ينقسموا ل ionizing و non ionizing. في 3 اكزامبلز للايونايزنج تحفظهم واهمهم على الاطلاق الاكس راي، وانا بدرس الشابتر ده كله عشان الاكس راي. اكس راي طبعا وجاما ريز وكوزميك ريز، الثلاثه دول للاسف هاي انرجي وايونايزنج تو لما يجوا على الاتومز بتوع جسمك يتعرض للاكس راي وانت بتصور اشعه كمريض او كدكتور تتعرض برضه للاكس راي وانت ديورنج وانت بتصور هيحصل لك ايونايزيشن للاتومز اللي هتضرب فيها. طب النون ايونايزنج الفيزابل لايت وفي حاجات ما بنعرفش نشوفها اسمها ايه؟ الترا فايلوت، وفي حاجات انفراريد. يعني هنعرف ان احنا الضوء بتاعنا حسب الويف لينث بتاعه من اول الريد لحد الفايلوت. الشورتست ويف لينث هو مين؟ الفايلوت، تمام؟ واللونجست ويف لينث هو الريد. ففي حاجات اشعاعات تحت الحمراء انفراريد وفي اشعاعات الترا فايلوت، دول برضو نون ايونايزنج الاثنين. وفي مايكروويفز وراديو ورادار وتي في، كل دول ايه؟ كل دول ايه؟ نون ايونايزنج. البروبرتيز بتاعه الالكترومagnetic عموما هم عباره اول حاجه عن ايه؟ الكترومagnetic راديشن. خلصت البارتيكوليت، بتكلم دلوقتي على مين؟ الالكترومagnetic. قسمناهم ايونايزنج ونون ايونايزنج، سيبك منها خلصناها. التقسيمه اللي انا بشرح فيها دلوقتي بارتيكوليت والكترومagnetic. تعال نشوف خصائص، قلنا خصائص مين قبل كده؟ بارتيكوليت. تعال نشوف بقى خصائص الالكترومagnetic واعمل لك جدول مقارنه ما بينهم. ميد اوف بيور انرجي، بعكس اللي هناك قلت لك عنده ايه؟ ماتر. They have no mass no weight، بعكس هناك قلت لك لازم ليهم ماس حتى لو صغيره، ليهم ماس. They have no charge، كل الالكترومagnetic no charge، كلهم هناك في البارتيكوليت charged except neutrons. They propagate in the form of waves، التانيين كانوا بيمشوا في شكل ايه؟ straight lines، دول بقى بيمشوا في شكل waves. الالكترومagnetic كله بيمشي في شكل waves. They are associated with electric ومagnetic field، دي قلناها من اسمها electromagnetic عشان بتخلق حواليها electric field وبتخلق حواليها magnetic field. بيمشوا بسرعة الضوء، وقلنا نحفظ الرقم. هناك قلت لك بيمشوا بهاي سبيد وما قلتلكش رقم ولا قلت لك سرعة ايه. لكن هنا لا، هي كلها ثابتة، سرعة الضوء والرقم هنحفظه 3 في 10 أس 8 3 multiplied by 10 to the power 8 متر بير سكند اللي هي 186 مايلز بير سكند. بيقول لك بقى حاجه هنا تفصيله كده، هي عملت كام فيلد؟ الكتريك وماجنتيك، الاثنين بيبقوا عموديين على بعض. يعني عندي كده في مثلا الكتريك فيلد ماشي كده وماجنتيك فيلد ايه؟ كده. يعني الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد ار بيربنديكولار تو ايتش اذر. ده مثلا الكتريك فيلد، ده كده اللي عمودي عليه مين؟ ماجنتيك فيلد، تمام؟ the electric and magnetic fields at right angle to each other and to direction of propagation of photons. They have wavelength وfrequency وvelocity. نركز بقى. تعالوا كده. هو ليه الاكس راي مختلفة وايونايزنج غير اللايت نون ايونايزنج ولو انرجي مثلا، صح؟ اللي بيفرق ما بينهم تعالوا بقى، في 3 حاجات لازم نعرفها عن اي الكترومagnetic ويف. عن اي الكترومagnetic راديشن. اول حاجه الويف لينث، الطول الموجي. شايف الطول من الكريست بتاعت الموجه دي، كريست اوف ذا ويف، للكريست بتاعت الويف اللي بعديها. المسافه دي هسميها ويف لينث، طول الموجه. الموجه تبدا من هنا وانتهت هنا، بدات موجه جديده، فده اسمه ويف لينث، ده طول الموجه. وهنا برضو ده اسمه ايه؟ حد يرد عليا؟ ويف لينث، ده اسمه ويف لينث وده ويف لينث. ايه الفرق ما بين الويف لينث اللي فوق والويف لينث اللي تحت؟ ده اطول شويه، ده ايه؟ اقصر شويه. طيب حاجه تانية بقى اسمها الفريكونسي، ودايما انفيرسلي بروبورشنال مع الويف لينث. يعني ايه؟ عكسي. لو الويف لينث زاد الفريكونسي يقل والعكس. يعني ايه بقى الفريكونسي؟ تعال نشوف، ده نفس المسافه، ده نفس المسافه من هنا لهنا، نفس المسافه ما بين اللي فوق واللي تحت، صح كده؟ اللي فوق فيه كام
موجه كام بيك؟ 1 2 3 4 يبقى الفريكونسي في المسافه دي 4. طب هنا 1 2 3 4 5 6 هنا الفريكونسي في المسافه دي كام؟ في الديستنس دي 6. طيب خليكم بقى معايا، اللي فوق لونج ويف لينث في الفريكونسي لو، واللي تحت شورت ويف لينث في الفريكونسي هاي. طيب السؤال بقى الاهم، يبقى عرفنا ان الويف لينث والفريكونسي البروبورشنال ما بينهم بيسموها انفرسلي بروبورشنال. الحاجه كمان، مين اللي ليه هاي انرجي وبالتالي هاي باور اوف بنتريشن؟ الشورت ويف لينث. الشورت ويف لينث معناها الطاقه فيها اعلى والبنتريشن فيها اعلى، بعكس اللونج ويف لينث جاب لهم السنه اللي فاتت دي بالظبط، اسالوا زمايلكم اللي في رابعه، قال لهم كومبير. هو دايما كان يجيب لهم كومبير ما بين البارتيكوليت والالكترومagnetic واحنا كاتبينها اهي صح؟ لا، قال لهم بقى نخترع بقى اختراعه جديده، قال لهم بقى نكومبير ما بين الاكس راي واللايت. الاثنين ايه؟ مش عايز اقول لك ان نص الدفعه عملت مقارنه ما بين بارتيكوليت اللي هو حافظينها تمام؟ طب خليك ايوه، واحد منهم مين؟ الاكس راي ايه؟ ايونايزنج، والفيزيبل لايت نون ايونايزنج. ماشي، ها انت كده خدت نص درجه من 5 مثلا صح كده. مين لونج ويف لينث؟ اللايت. مين شورت ويف لينث؟ هاي فريكونسي اكستريم لو فريكونسي صح. يبقى تقارن كده في الويف لينث في الفريكونسي، طبعا ايونايزنج ونون ايونايزنج. زود مين انرجي اعلى؟ الاكس راي. مين بنتريشن باور اعلى؟ اكس راي، والتاني تكتب اقل. تمام؟ طيب فيبقى انا دلوقتي يفرق بقى ما بين الالكترومagnetic واحده والاخرى الحاجات دي. اول حاجه طبعا عندنا معادله هنا بتقول ايه؟ السرعه اللي هي السي دي، السرعه تساوي الويف لينث ضرب الفريكونسي. السرعه الفيلوسيتي السبيد تساوي الويف لينث ضرب الفريكونسي. الويف لينث هنقيسها بايه؟ بالمتر. الفريكونسي بنقيسها بايه؟ يا اما هرتز يا اما سايكل بير سكند. ده الفريكونسي، دي اليونت بتاعت قياس الفريكونسي. فالسرعه بنقيسها ايه؟ متر بير سكند. يبقى هل كل الالكترومagnetic راديشن ليهم نفس الانرجي ولا ليهم ديفرنت بروبرتيز ما بينهم وما بين بعض؟ ديفرنت بروبرتيز. هي الحاجه اللي كومن ما بينهم؟ في حاجات كومن برضو زي ان كلهم بيترافل ات ذا سبيد اوف لايت، لكن في حاجات تفرق ما بين كل واحد منهم. يعني تعالى كده للصوره دي، مين اطول ويف لينث ومين اقصر ويف لينث؟ في السته اللي قدامك دول الكوزميك ريز هي الشورتست ويف لينث، وبالتالي الهايست فريكونسي، الهايست انرجي، الهايست باور اوف بنتريشن. يبقى الثلاثه دول الانرجي والباور اوف بنتريشن والفريكونسي عكس مين؟ الويف لينث. الويف لينث اقصر الثلاثه دول يزيدوا، الويف لينث طول الثلاثه دول يقلوا. طب في الصوره دي مين اللونجست ويف لينث؟ الراديو. وهو الهايست؟ لا، هو اللوست فريكونسي واللوست انرجي واللوست باور اوف بنتريشن. طب انا قلت لك على معلومه من شويه كده، ان حتى في اللايت، جوه اللايت مين اطول ويف لينث في اللايت من الريد للفايولت؟ الريد اطول ويف لينث، وبالتالي الريد هو اقلهم في الانرجي والفريكونسي والباور اوف بنتريشن. المعلومه دي هستخدمها يمكن بعد 6-7 حصص لما اجي اشرح لك في البروسيسنج. طبعا مش هتفتكرني ساعتها تمام. لما اجي اشرح لك في البروسيسنج اقول لك ان انا في البروسيسنج مش عايز الفيلم يتحرق. لما بدخل الاوضه ضلمه افتح الفيلم ده موجود في باكت هتبتدوا تشتروه من يمكن الاسبوع الجاي. فبفتح الباكت لازم في حاجه اسمها دارك روم، اوضه ضلمه، عشان اللايت حتى ما ياثرش عليه. فانا هنا عايز اضعف لايت ولا اقوى؟ طب انا طبعا ما ينفعش الاوضه ضلمه كحل، انا نفسي مش هشوف الفيلم وانا بفتحه، فانا عايز نور ضعيف شويه بس ايه اشوف منه وانا بفتح كده الباكت. مين امن لون؟ احمر. عشان كده يقول لك دايما في الدارك روم لازم تركب لون ايه؟ احمر، عشان ده اللونجست ويف لينث، فهو
اقل انرجي، فتاثيره على الفيلم هيكون اضعف واحد حتى لو الفيلم اتعرض ليه. بس بشروط، لازم يبعد مسافه معينه وتايم معين مش طويل وكده يعني. طيب حلو كده. تعالوا بقى تاني حاجه، يبقى الويف لينث هو الديستانس بين ذا كريست اوف وان ويف والكريست اوف ذا نيكست ويف. يعني لما الويفز ماشيه كده دي اسمها الكريست، قمه الويف، والقمه اللي بعديها المسافه ما بينهم اسمها ويف لينث. ويف لينث هو اللي هيحدد انرجي، هو اللي هيحدد فريكونسي. وماشي مع الثلاثه دول عكسي ولا انفيرسلي؟ عكسي، مش طردي، مش بروبورشن. the shorter the distance، يعني the shorter the wavelength، the shorter the distance between the crests، يعني the shorter the wavelength. هيبقى مين اللي اعلى بقى؟ و البنتريشن، ومين كمان؟ والفريكونسي. wavelength is measured in nanometers. عايز تقيسها بقى بالنانو، 1 في 10 أس ماينس 9، بالمايكرو، بأي حاجة. for short waves، وميترز for long waves. يعني متخيل الفرق؟ يعني في الشورت 1 في 10 أس ماينس 9 بالنانو، في اللونج ممكن تقول بالميتر شخصيا. الفريكونسي بقى هو عدد السايكلز، عدد الويفز في given amount of time، في وقت معين عدد الويفز. انا خدت الوقت لحد هنا في كام ويف في الوقت ده؟ حد فاهم حاجه؟ ده عدد مرات التكرار. frequency and wavelength are inversely related. طب لو جيت سالتك بقى سؤال تاني، الويف لينث والانرجي برضو العلاقه ما بينهم برضو انفيرسلي. طب لو جه بقى سالك قال لك الفريكونسي والانرجي دايركتلي بروبورشنال مش انفيرسلي بروبورشنال، صح؟ يبقى في واحد بس اللي عكس الثلاثه التانيين. مين؟ الويف لينث عكس الثلاثه التانيين اللي هم الفريكونسي والانرجي والباور اوف بنتريشن. energy of electromagnetic spectrum depends on the frequency and wavelength، صح؟ low frequency rays have long wavelength and less energy and vice versa. يبقى تعالى كده نعمل مقارنة ما بين الاثنين، تأكيد وإعادة للمعلومات اللي حضراتكم هضمتوها خلاص. بس إن الحاجة اللي شورت ويف لينث والحاجة زي مين الشورت ويف لينث؟ قولي لي 3 اكزامبلز. اكس رايز، جاما، كوزميك. قول لي بقى اكزامبلز لللونج. شوف الحاجات اللي مش مضرة في حياتك كده، الموبايل، التي في، الراديو، الرادار، الميكروويف، الفيزابل لايت، كل الحاجات دي لونج ويف لينث. يبقى الشباب بتوع السنه اللي فاتت كان ليهم حق يشتكوا من السؤال compare between light and x-ray، لان هم ليهم حق برضه عشان لسه في اول حصه فلما المنهج يبقى كبير. الفريكونسي هنا اخباره ايه؟ شورت ويف لينث، صح؟ يبقى هاي فريكونسي. الانرجي وهاي انرجي وهاي ايه؟ حد يرد؟ باور اوف بنتريشن او بنتريشن باور، اي حاجه. تمام؟ العكس هيكون فين؟ في اللونج ويف لينث زي اللايت، زي الراديو، زي، صح؟ هيكون ايه بقى؟ لو فريكونسي، لو انرجي، لو باور اوف بنتريشن. صعب؟ عايز ارجع بقى، ارجع ازاي؟ السهم اللي فوق اللي في النص على الشمال ده بعدين كده، صح. طيب that's why communication media لما يجي عايز اتصل بيك بالتليفون، تلفزيون، حاجه بقى تستخدمها طول حياتك ومش عايزها تسبب لك ضرر، نخليها ايه؟ لونج ولا شورت؟ لونج. use the low frequency longer waves of the electromagnetic spectrum، صح؟ مثلا الويف لينث بتاعت الراديو قلنا دي اطول واحده، ما حدش يحفظ الارقام الجايه دي بس نفهم يعني 100 متر. تخيل
قلنا بقى احنا في الاكس راي والكلام ده بنقيسها بايه؟ بالنانو واقل من نانو، يعني حتى الاكس راي في حاجه اسمها انجستروم هنتكلم عليها اقل من نانو، 1/10 من نانو. فتخيل الفرق. تي في ويف لينث تقريبا 1 متر، بس كله غير مضر برضه. بس مين اللونجست على الاطلاق؟ الراديو. ان كونتراست الاكس راي 0.1 نانومتر، 0.1 نانومتر دي بنسميها انجستروم عموما يعني عشان تبقوا فاهمينها، انجستروم. عايز تكتبها 0.1 نانومتر صح، او 1 انجستروم صح، تمام؟ فتخيل الفرق، يعني حاجه من 100 متر اللي هي الراديو لحاجه ايه؟ 0.1 نانومتر، اللي هو 1 في 10 أس ماينس 9 من المتر. تعالى بقى نقارن كده ما بين البارتيكوليت والالكترومagnetic. يلا ايه رايكم؟ البارتيكوليت دي ماتر ولا انرجي؟ ماتر. ماينيوت بارتكلز، سمول تايني بارتكلز، ولا اي كلمه من دول. الثانيه بيور انرجي بيسموها فوتونز او كوانتا. بيسموها ايه الانرجي؟ فوتونز او كوانتا. عشان اجي بعد كده اقول لك الاكس راي فوتونز، ما تقوليش انا اكس راي فوتونز. الانرجي بتاعت الاكس راي دي بسميها اكس راي فوتونز. دي ليها ماس، دي مالهاش ماس. دي ليها تشارج ما عدا مين؟ النيوترونز، ودي مالهاش تشارج. دي بتمشي ستريت لاين، دي بتمشي ويف. دي بتمشي بسرعه عاليه مش هنحدد قد ايه، دي بتمشي بسرعه الضوء. نوت يوزد ان دنتستري. الالكترومagnetic هي اللي بنيوز ان دنتستري. انت بتستخدم ايه بقى في الالكترومagnetic بالاسنان؟ ليه بنشرح الشابتر السخيف ده كله؟ اكس راي. طيب الاكس راي بقى تعريفها هم كلمتين، هي بارتيكوليت ولا الكترومagnetic؟ الكترومagnetic. ايونايزنج ولا نون ايونايزنج؟ بس ده اللي انا عايزك تعرفه عنه. كلمه ايه؟ بيور هاي انرجي. هاي انرجي هي نفسها كلمه ايونايزنج، ما كل ايونايزنج هاي انرجي. الكترومagnetic راديشن، بس كده تبقى عارف هي انهي نوع من اللي احنا درسناهم. انا عملت لك كام تقسيمه النهارده، كام كلاسيفيكيشن النهارده؟ 2 ايونايزنج ونون ايونايزنج. تعرف الاكس راي في مين؟ اكس راي في مين؟ في الايونايزنج. وقسمت لك تقسيمه ثانيه بارتيكوليت والكترومagnetic، تعرف هي في مين؟ بس كده. يبقى انا عايزك من هنا تحفظ لي كلمتين، ايونايزنج وكلمه الكترومagnetic بس. طيب البروبرتيز بتاعت الاكس راي بقى اللي هي موضوعنا احنا الشاغل، هقسمها لك لحاجتين. في كومن بروبرتيز مع كل الالكترومagnetic. قول لي اي واحده. انها مالهاش ايه؟ مالهاش ماس ولا ويت. دي مش خاصه بيها، دي مش الاكس راي فقط، دي مع كل الالكترومagnetic. انها مالهاش تشارج، انها انفيزبل، انها مالهاش سميل، انها بتمشي بسرعه الضوء. كل دي اسمها كومن بروبرتيز او جنرال بروبرتيز مع كل الالكترومagnetic، مش خاصه بيها. ولكن ليها بعض الخصوصيه، انها من انهي نوع من الالكترومagnetic؟ من الشورت ويف لينث، الهاي انرجي، الايونايزنج. ما تقدرش تقول ايونايزنج من ضمن ايه؟ الجنرال الكومن مع كل الالكترومagnetic، لان مش كل الالكترومagnetic ايونايزنج. فهنقسم اخر حاجه دي هندرسها، هنقسم خصائص الاكس راي لحاجتين، جنرال بروبرتيز، كومن بروبرتيز تخص كل الالكترومagnetic ولا تخص الاكس راي لوحدها، وحاجات خاصه شويه بالاكس راي لوحدها. تعالى الكومن بروبرتيز، واعتقد كلها قلناها واحنا بنشرح. دي ار ويتلس انرجي فوتونز. انا قلت لك هي عباره عن انرجي وليس ماتر، والانرجي بنسميها فوتونز او بنسميها كوانتا، والله قلتها تمام. يبقى هي انرجي، دي اول معلومه. ويتلس ملهاش لا ويت ولا ماس، دي احنا عارفينها برضو. اي حاجه الكترومagnetic هي ويفز، هي انرجي ملهاش لا ويت ولا ماس. تاني حاجه بيمشوا بسرعه الضوء، اللي هي 3 في 10 أس 8 متر بير سكند، او 3 في 10 أس 5 كيلو متر بير سكند. ما هو الكيلو في كام؟ 1000 متر، او 186,000 او 186,300 للدقه مايل بير سكند. يساووا الويف لينث بتاعتها بقى 0.1 الى 1 انجستروم، والانجستروم ده يساوي 0.1 الواحد انجستروم من النانو. ده في الويف لينث which is almost، بس دي على فكره مش في الجنرال، دي المفروض ايه سبيسيفيك للاكس راي، لان مش كلهم نفس ماشي يعني. دي عايز تنقلها في السبيسيفيك، نقلها في السبيسيفيك. انها شورت ويف لينث يعني من الاخر، تمثل 1 على 10,000 من الويف لينث في لايت. يعني طول اللايت الويف لينث بتاعه، دي ممكن تحطها بقى في المقارنه، الويف لينث بتاع اللايت 10,000 ضعف الويف لينث بتاع الاكس راي. دي بقى اللي كتبها بقى في الكومباريزون ما بين اللايت والاكس راي كده ايه، افحم المصحح كده خلاص، اجبره يديله فول مارك في السؤال. تمام. They are invisible, cannot be seen, felt, smelled or heard. لا بتسمع صوتها ولا بتشم ريحتها ولا بتلمسها ولا بتشوفها.
they have no mass قلنا ما لهمش ماس ولا ليهم weight. they have no charge دي كمان مع كل الالكترومagnetic صح؟ they cannot be focused or collected by a lens. اللايت لو انا جبت عدسه ممكن اكولكت اللايت صح؟ وممكن افوكس اللايت، لكن الاكس راي لا. they cannot be reflected by a mirror. مش انت لما تيجي تشتغل اندايركت بتعمل ايه؟ ريفليكشن لمين؟ لللايت. زود كل الحاجات دي في المقارنه ما بين اللايت والاكس راي. اللايت كان بي ريفلكتد، الاكس راي cannot be reflected صح؟ they cannot be refracted in fluid. برضو اللايت ليه حاجه اسمها انعطاف الضوء صح؟ بطل يكتب لي. يجي كده في السوائل ينعطف، ينكسر انكسار الضوء. هو لا ما بيعملش كده في الفلويدز. they cannot be deviated by a magnet لانه تشارجلس فالماجنت مش بيأثر عليه. they can be deflected by heavy metal بس زي الليد. يعني لما يجي يخبط في ليد بيحصل له ايه؟ ديفليكشن كده. عشان كده انا بحمي نفسي بلبس ليد ابرون فيخبط فيا يروح ما يخشش على جسمي. دي مش كلها اصلا مش كلها جنرال، مش كلها جنرال، في حاجات فيها سبيسيفيك الحقيقه يعني. تمام؟ طيب تعالى بقى للحاجات البروبرتيز سبيسيفيك فور اكس راي. اولا انها فيري شورت ويف لينث. هي من الحاجات الفيري شورت تمام؟ فهي شورت فيري شورت ويف لينث، وبالتالي مين عالي بقى؟ فريكونسي و الانرجي، الثلاثه اللي عكس الويف لينث تمام؟ طيب وبالتالي طالما هي هاي انرجي كان بينتريت سوليدز ليكويدز اند جازز، بيقدر يبنتريت كل الحاجات دي، بيقدر يبنتريت معظم الحاجات ما عدا حاجات بسيطه زي الليد، زي حاجات كده تقيله شويه. طيب هو عموما هو احنا بنصور ازاي ان هو بيقدر يبنتريت ايه؟ السنان والبون والجنجفه والميوكوزا، يبنتريت كل ده. يعني انا بحط الفيلم ورا اسناني كده، هو عدى الباكا الميوكوزا وعدى البريدونتال ليجامنت وعدى والسنان كلها وصل لحد الفيلم واثر عليه. فاهمين حاجه؟ طيب هو اشمعنى الليد مثلا ما يقدرش يعديه ويقدر يعدي البوم بتاعك ويصوره؟ زي الصوره اللي احنا شفناها بتاعت ايد مدام رونتجن تمام؟ بيعتمد على 3 حاجات يقدر يعدي ولا لا. الاتوميك نمبر، 3 حاجات تحفظهم. يعني هو كان نوت بنتريت الحاجات الهاي اتوميك نمبر، الحاجات العاليه قوي في الاتوميك نمبر ما يقدرش يعديها. زي مين؟ الليد قلنا الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 82، فما يقدرش يعديه. والثيكنس لو عالي والدنستي لو عاليه. تاني هو دلوقتي قلنا ان هو هاي باور اوف بنتريشن ويقدر يبنتريت معظم الاوبجكتس، ما اختلفناش ولا هغير كلامي. بس في بعض الاوبجكتس ما يقدرش يبنتريت. اكزامبل انت حافظه حاجه واحده لحد دلوقتي اللي هي مين؟ الليد. انا هقول لك حاجات ثانيه، الامالجم، الجولد، كل الحاجات دي ما يقدرش يعديها. طيب ما يقدرش يعديها ليه؟ ل3 اسباب. يعني هو ما يقدرش يعدي الحاجه اللي يتوفر فيها ال3 حاجات دي. هاي اتوميك نمبر وبالتالي الاتومز بتاعتها ايه؟ كبيره. الحاجه الثانيه الدنستي كثيفه، عندها كثافه عاليه، يعني يقدر يعدي القطن ما يقدرش يعدي الحديد. ده دنستي. والثيكنس، يعني حتى لو حاجه الدنستي مش عاليه قوي بس عملتها فيري ثيك مش هيقدر يعديها. يبقى هو كان نوت بنتريت الحاجات اللي عندها هاي اتوميك نمبر، هاي دنستي، والثيكنس بتاعها ايه؟ كبير. مش هيعديها. لا مش هتشيل الحشوه وهتصور، بس هو مش هيبنتريت، هيبقى ابزوربد. هنقول دلوقتي ان هو عنده 3 حالات بيتفاعل فيها فهيبقى ابزوربد باي ذم. يبقى هو كان بنتريت ما عدا الحاجات الهاير في ال3 حاجات دول. ماشي؟ تعال نشوف الليد على سبيل المثال. قلنا الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 82. وفيري دنس، ده ميتال فيري دنس. قلنا بيتكتب كده، دي الايه البي بي، ده الاسم الرمز بتاعه، السيمبل بتاعه. ولو انت جبت يا دكتور ليد ثيك يبقى هو توفرت فيك كام شرط؟ ثيكنس عالي، دنستي عاليه، وهاي اتوميك نمبر. هيقدر يعديه ولا ما يعديهوش؟ ما يقدرش يعديه. فيعمل لك حمايه اجينست الراديشن هازاردز. بيقول لك سيفتي ميجرز اجينست الراديشن هازاردز. حاجات تانية دنس مش بس الليد. قلت لك الامالجم ريستوريشنز، الجولد ريستوريشنز ما يقدرش يعديها برضه، خصوصا لو هي ايه؟ ثيك شويه، خصوصا لو هي ثيك شويه. ما هو الامالجم ده عباره عن ايه؟ ميتالز كلهم هاي اتوميك نمبر، بس عشان نكون متفقين هو بيتحط سيلفر على ميركوري، مش عارف ايه دراسته في الماتيريال، كلهم حاجات هاي اتوميك نمبر. وبعدين الدنستي بتاعتهم كلهم هم ميتالز، فالدنستي عاليه.
طب انا عملته ثيك، عندي حشوه كده كبيره شويه ثيك، يبقى توفر فيه الثلاث شروط ولا لا؟ يبقى هيقدر يبنتريت ولا مش هيقدر؟ مش هيقدر. طب بدل ما بيبنتريت هيعمل ايه؟ اسمها ابزوربشن. طيب تاني حاجه بقى، يبقى اول حاجه يا دكاتره احنا قلنا ان هو ايه؟ فيري شورت ويف لينث وهاي انرجي وهاي بنتريشن وهاي فريكونسي. تاني حاجه خاصه بيه ان عنده حاجه اسمها سيلكتيف بنتريشن وسيلكتيف ابزوربشن. بص يا دكتور، هو لما بيجي على حاجه عنده احتمال من ثلاثه، يا اما يقدر ما يعديش الحاجه دي اسمها ابزوربشن. زي مين ما يقدرش يعديه؟ الليد والجولد والامالجم. فده اسمه ايه؟ ابزوربشن. فانا اقول لك الاكس راي يا دكتور اللي انا صورتك بيها كلها ابزوربد باي ذا امالجم، فما عدتش للفيلم، ما راحتش للفيلم، ما اثرتش على الفيلم عشان كان نوت بنتريت الامالجم، فحصل لها ابزوربشن باي ذا امالجم. كده واضح الكلام؟ يا اما يعدي لو الحاجه دي لو اتوميك نمبر، صح؟ وايه؟ ولو دينستي ولو ثيكنس. حاجه زي السوفت تيشو، حاجه زي يقدر يعديها يخترقها، صح؟ شفتوا ايد مدام رونتجن عدى كل حاجه ما عدا مين؟ البون، لكن عدى السوفت تيشو عادي. طيب فده بنسموه ايه؟ ترانسميتد باث ثرو، عدى من خلالها. يا اما الحاجه الاخيره سكاترد كده يطلع كده، يا اما يرجع في نفس الناحيه يروح الناحيه الثانيه، كل ده هنسميه سكاترد. يبقى هو دلوقتي الانتر اكشن ما بين الاكس راي اي ماتر هيبقى حاجه من ثلاثه، يا ابزوربد يا سكاترد. طيب وبيعتمد عليه هيحصل له ده ولا ده ولا ده؟ حلو قوي. فادي هنا وده صوره اكس راي بس على البطن. ده ايه اللي عدى ده كده خالص؟ ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ترانسميتد. طب اللي دخل وما خرجش، دخل كده في جسمه وما خرجش، ابزوربد. طب اللي دخل بس انعكس كده، سكاترد. سهله؟ طيب بس هو حتى اللي عدى بنفس القوه حتى اللي ترانسميتد ولا حصل له اتنيويشن؟ يعني ايه اتنيويشن؟ يعني ضعف. يعني حتى اللي عدى ووصل للفيلم ترانسميتد وعدى للفيلم، وحتى اللي سكاترد بعد ما حصل له ايه؟ ضعف. فبيحصل اتنيويشن، بيم اكس راي بيم اتنيويشن. طيب بيقول لك بقى احنا في جسمنا اللي بيعدي بدون اي انتر اكشن حوالي 9% بس. يعني اللي بيحصل له ترانسميتد قد ايه؟ 91. لا ترانسميتد 9%، واللي بيحصل له كده ابزوربشن او سكاترنج كام؟ 91. بيقول لك ان نو اكس راي ار سيف مهما كانت كميه الاكس راي. واحنا الاكس راي احنا بنستخدمها في السنان كتير ولا قليله؟ قليله؟ لا قليله جدا. كدوز قليله جدا. يعني الاكس راي العاديه بتاعتنا مش السي تي والسي بي سي تي، مش الاشعه المقطعيه والاشعه الكوم بيم، الاشعه العاديه كميه الدوز فيها قليله جدا، بس رغم كده سيف؟ لا ما اقدرش اقول انها سيف. لو تعرضت منها لدوزز كتير فريكوينت بيحصل لك ضرر. يبقى تاني بس احنا عايزين ايه؟ نقول الحاجات البروبرتيز اللي احنا بنتكلم عليها دي. اول بروبرتي ان هو ايه؟ فيري شورت ويف لينث. تاني بروبرتي عنده سيلكتيف بنتريشن. ايه سيلكتيف بنتريشن؟ يعني انت دلوقتي يا دكتوره بصور هو عدى من السوفت تيشو ما عداش من الامالجم ريستوريشن، يبقى في حته عدى منها وفي حته ابزوربد، في حته بنتريتد وفي حته ابزوربد وفي حته سكاترد. فبالتالي ده اسمه سيلكتيف بنتريشن، بيعدي من حاجات اللي هي ايه؟ لو اتوميك نمبر، لو ثيكنس، لو دينستي، وما بيعديش من حاجات اللي هي هاي اتوميك نمبر وهاي ثيكنس وهاي دينستي. فبالتالي الصوره بتاعتك تطلع نفس اللون ولا الوان متدرجه؟ الوان متدرجه، بتطلع ابيض واسود، بس في ابيض في اسود في رمادي وفي رمادي فاتح وفي رمادي غامق، في تدرجات كتير عشان خاصيه اسمها سيلكتيف بنتريشن، عشان مش كل اجزاء جسمك دي قدر يعدي فيها ولا كلها ما قدرش يعدي فيها. وحتى اللي عدى منهم عدى بعد ما حصل له اتنيويشن قد ايه؟ اتنيويشن كتير ولا اتنيويشن قليل؟ فالاكس راي اللي عدت وصلت للفيلم بعضها قوي بعضها ضعيف بعضها ما جاش اصلا ما عداش. فاهمين حاجه؟ طب شو هيفرق لو طلع 9% ولا طلع 50%؟ تفرق في الفيلم شيء؟ هيفرق له؟ طبعا هيفرق في الالوان بتاعت الفيلم، يعني يكون ابيض باهت ولا ابيض بس او غامق. تمام. فابروكسيميتلي 9% باس ثرو، يعني الترانسميتد 9% والابزوربد والسكاترد حوالي 91%. خلي بالك الابزوربد داخل جوه جسمك، هيضر ولا مش هيضر؟ هيضر. فمهما كانت الدوز بتاعتنا قليله بس 91% منها جوه جسمك فهيضر. ثالث حاجه ان هو عنده ايونايزيشن كابابيلتي. قلنا طبعا ان هو ايونايزنج ولا نون ايونايزنج؟ يعني قادر على انه يعمل ايونايزيشن.
قادر انه يطير الكترون او يضيف الكترون فيحول الاتوم النيوترال الى ايون بوزيتيفلي تشارجد او نيجاتيفلي تشارجد. ركز معايا من ضمن المخاطر الكبيره قوي، يعني بيقول لك تلتين الخطر بتاع الاكس راي، هناخد شابتر اسمه راديشن هازاردز، تلتين الخطر جاي من الووتر اللي في جسمك مش من دايركت، في دايركت وفي اندايركت، تمام؟ فجسمنا خلقنا من الماء ايه؟ كل شيء حي، فجسمنا حوالي 70% منه ووتر، هو بيعمل هيدروليسيس للووتر، بيجي على H2O دي ويعمل لها هيدروليسيس، يكسرها الاكسجين هيدروجين وهيدروكسيد OH نيجاتيف، بيسموها فري راديكالز، ففي اتش بوزيتيف، في اكسجين اهو نيجاتيف راديكالز، وفي OH ايه نيجاتيف، 3 راديكالز كده. الفري راديكالز دي بعد ما تكسر، هو عمل هيدروليسيس للوتر وكسر H2O ده الفري راديكالز، الفري راديكالز دي تبدا تتجمع، بس مش تبدا تتجمع ترجع ووتر، بترجع حاجه هيدروجين بيروكسيد H2O2 فيضر جسمي. H2O2 ده خطر جدا، وكل ده هيشرح بالتفصيل تاني في شابتر. رابع حاجه، ويمكن دي اول حاجه اصلا بدانا بيها، ان رونتجن اكتشف ازاي الاكس راي ان يلاقي حاجه هو مش شايفها ولا لامسها ولا حاسسها ولا ليها ريحه ولا ليها طعم ولا ليها لون ولا هي ماتر يقدر يمسكه، لكن هو شاف تاثيرها على الستاره اللي مدهونه فوسفورس انها عملت منه فلوريسنس، فهو لما بيقع على الفوسفورس بالذات بيخليها تعمل فلوريسنس، يعني تطلع لايت. سيرتن ماتيريالز زي الفوسفورس لما يقع عليها الاكس راي بيخليها تطلع لايت اسمه فلوريسنس. الحاجه كمان ان هو اصلا احنا بقى في الاسنان بنستخدمه ليه؟ عشان هو بيأثر على مين؟ على الافلام. الفيلم ده هندرسه بالتفصيل الشابتر اللي بعد الجاي. الفيلم ده بيتكون من حاجات، لكن في ماده فعاله اسمها فيلم ايمالجن، مش مهم تفهم يعني ايه دلوقتي، هناخد شابتر كامل وهنمسك الفيلم ونفصصه واوريه لك حته حته. الفيلم ايمالجن ده لما يقع عليه الاكس راي بيديك ايه؟ بيديك الصوره من الاخر. يعني الاكس راي بتقدر تاثر على مين؟ على الافلام بانها بتديك الصوره. هي الصوره دي في الاول، يعني انا دلوقتي لو صورت فيلم باكس راي فتحته الاقي صوره؟ لا، بتبقى ليتنت او انفيزبل ايمج، بعديها احمضها تتحول الى فيزبل ايمج وتشوف صوره بقى، تشوف السنان في الاكس راي وشكل الحاجات دي، تمام؟ فانا دلوقتي لما في فيلم تعرض لاكس رايز بيديك صوره ولا ما بيديكش صوره؟ بيديك صوره بس اسمها ليتنت، يعني انفيزبل، يعني مش هتعرف تشوفها، هو في صوره بس انت مش عارف تشوفها، انفيزبل ايمج. بعدين بنعمل حاجه اسمها بروسيسنج، تحميض الفيلم. لما حمض الفيلم الصوره الليتنت الانفيزبل تتحول الى، حد يرد عليا؟ فيزبل ايمج. بعد كده ليه افكتس اون ليفنج تيشوز. هو يا دكتور لما بيجي على انسجه جسمك مضر ولا غير مضر؟ مضر جدا، مضر ليا ولاولادي، يعني بيأثر على السبيرمز في الرجاله، على الحيوانات المنويه يخليها مشوهه، وعلى الاوفا في السيدات ويخليها ايه؟ مشوهه. فيا اما تاثير مباشر بيسموه سوماتيك على الشخص نفسه، يا اما تاثير جيناتيك وده هيأثر على الاوف سبرينجز يعني العيال، يعني الاولاد، تمام؟ The greater the quantity of X-ray في short period كل ما يكون له تأثير مضر أكتر. برضه هناخد شابتر كامل، يعني الكلام الست سطور ده هناخده في شابتر بتاع 10 صفحات بعد كده اسمه راديشن هازاردز. عشان كده أنا بقوله بسرعة عشان هيتشرح بتفاصيل أكتر. فبيأثر سوماتيك على الشخص وجيناتيك على عياله، وكل ما أنت تاخد كميات X-ray كتير جدا في وقت قليل جدا كل ما عرضة أكتر إن يحصل لك إيه؟ هارمفول إفكت. لكن أنا باخد X-ray بسيطة على مدى زمني طويل التأثير هيكون أكيد أقل. تعالوا احنا كده خلصنا، بس احنا جزء انتجرال بقى زي ما قلنا من المنهج، ان احنا كل مره بنقعد نحل اسئله. مفيش شابتر بنخلصه الا بنحل عليه اسئله، والحصه الجايه باذن الله همتحنكم عليه. فكلكم ما تجوش وتروحوا اونلاين، صح؟ عشان ايه؟ عشان الدكتور ما يمتحناش. Which of the following statements is incorrect؟ ركز بقى. الام سي كيو كله except not incorrect all of the following except الحركات العبيطه دي. فهو بيقول لك which of the following statements is incorrect؟ مين في دول ايه؟ غلط. فهنمسك جمله جمله نشوف دي صح ولا غلط. X-ray travel at the speed of sound، دي صح ولا غلط؟ دي غلط، يبقى هي دي الاختيار بتاعنا، بس لازم اكمل بقيه القراءه. ما حدش يلاقي اول اختيار صح يكمل يقف في الاخر تلاقي ورا ابوف، فاهمني؟ فلازم تقرا كل X-rays have no charge، دي صح ولا غلط كجمله؟ صح. X-ray cannot be focused at a point، صح. X-rays causes ionization، صح، هي ionizing radiation. يبقى هنا الاختيار هيكون ايه طبعا، لان هو speed of sound ولا speed of light؟ light اللي هو كام؟
صح متر. متر. ولو كيلو متر تو ذا باور 5. طب كام بالمايل؟ شاطر. 186 miles per second صح. which of the following is not حط بقى 100 خط تحت كلمه not كده وانا قاعد اقرا of particulate radiation. يعني انا لو عكست السؤال اقول لك مين في دول ايه؟ الكترومagnetic من الاخر. يعني الالفا دي ايه؟ الالفا دي ايه؟ طيب التشارج بتاعتها ايه؟ بوزيتيف كام؟ لان هي 2 بروتونز بلس 2 نيوترونز. بيتا دي ايه؟ بارتيكوليت. التشارج البروتونز نيوكليونز. احنا قلنا اي حاجه اسمها نيوكليونز في الشابتر؟ مفيش حاجه اسمها نيوكليونز. في نيوترونز لكن مفيش نيوكليونز. فيبقى هنا الاختيار طبعا ايه؟ نيوكليونز. لان مفيش حاجه اسمها كده اصلا. واحنا البارتيكوليت حافظينهم هم كام واحده؟ 5. في 3 منهم هم السب اتوميك بارتيكلز بتوع الذره. احنا حافظينهم بروتونز نيوترونز الكترونز. في 2 تانيين الفا وبيتا يعني مش حاجه مش صعبه الفا وبيتا يعني. فالموضوع سهل. which of the following electrons has the greatest binding energy؟ مين اللي عنده البايندنج انرجي او الالكتروستاتيك فورس اعلى؟ اوكي. لو شاطره قوي بقى وانت ان شاء الله تكوني شاطره طبعا تقولي لي رقم كام بقى؟ صح برافو عليك. طب والال؟ 11. صح. والام؟ يا سلام عليك. يبقى هنا طبعا اختيار الكي. حاضر انا دقيقه. The binding energy of the nucleus to the electrons is higher as the shell is near to it. it دي عائدة على مين؟ على النيوكليس. يعني بيقول لك true or false. البايندنج انرجي بتبقى اعلى كل ما الشيل اقرب للنيوكليس. true ولا false؟ true. complete. نغير بقى. alpha and beta particles are examples of particulate radiation. while gamma rays and X rays are types of electromagnetic. وممكن اضيف كلمه كمان. برافو عليك. ionizing electromagnetic. احرجه. عارف بقى لما تحرج الدكتور اللي هو ايه لو كان نفسه ينقطك شويه مش قادر. انا بقول لك انها electromagnetic وبقول لك انها ionizing. الاثنين دول بالذات كمان ionizing صح؟ لكن دول طيب ionizing ولا نون؟ الالفا والبيتا. مش محتاج تقولها لان كل البارتيكولات نيوترونز هاف negative, positive, no charge, positive and negative. No charge. Some of the properties of X-rays include can be focused, have no speed, have a weight, none of the above. None of the above. هي cannot be focused. هي ليها speed of light وهي ملهاش وزن no weight. Which is the property of electromagnetic waves cause ionization. دي كده كلمه صح؟ لو قلت لك الالكترومagnetic كله بيعمل ionization صح؟ لا طبعا. الالكترومagnetic حسب هو هاي انرجي او لو انرجي بينقسم الى ionizing ونون ionizing. does not cause biologic changes in living cells. ما اقدرش اقول لك برضه. في بعضها بيكوز اللي هو الايونايزنج وبعضها do not cause. travel at the velocity of light in a vacuum. هو بيمشي بسرعه الضوء لو ما فيش ريزيستنس ان فاكيوم عشان حتى ما يكونش فيه هواء يعطله ولا اي حاجه تعطله. يعني في الايه في الفضاء يمشي بسرعه الضوء ماشي دي معقوله. هاف ماس اند ويت لا يبقى الاختيار مين؟ سي. كوز ايونايزيشن غلط لانه مش كله بعضه. هو هنا قال لك ايه؟ بروبرتي عامه لكل الكترومagnetic. دو نوت كوز بيولوجيكال تشينج لا في بعضه بيكوز وبعضه لا. دنتال اكس رايز ار الكترومagnetic ها؟ صح؟ تعمل ايه انت في الامتحان بقى حضرتك؟ بتقوم مختار ايه وفي الاخر ايه يا دكتور ما اعرفش ظلموني انا نقصت في ايه مش عارف. لان اختيار ايه غلط هو صح بس انت كمان قرايه. بارتيكوليت غلط. سب اتوميك راديشن غلط. بيور انرجي صح يبقى هي بوث ايه اند دي. فاللي اختار ايه واللي اختار دي وخصوصا ايه عشان احنا بنكون مستعجلين والوقت مضغوط فنقوم مختارين ايه وجاريين عاملينها في البابل قبل ما يسحبوه مننا وفي الاخر يطلع غلط. فالله يخليك اي سؤال اقراه كله. The process resulting in the disruption of the electrical neutrality of atom. يعني ايه disruption of the electrical neutrality of atom؟ يعني مين خلى الاتوم ما تبقاش نيوترال؟ اسمها ايه؟ صح؟ ايونايزيشن. بس جايبها لك بطريقه لفه. سؤال 8 كيف ايه غلط؟ مش هي هو بيقول لك بسبب ايونايزيشن. فعلا الاكس راي بسبب ايونايزيشن.
سؤال 8 قصده على هو فين اكس راي هنا؟ الالكترومagnetic في قدامنا اكس راي صح؟ تمام. فهو لما بيقول لك كوز كل الالكترومagnetic بيعمل ايونايزيشن. سؤال بس، اللايت مش الكترومagnetic؟ الفيزابل لايت ده عمل ايونايزيشن. هو ما جالش اونلي طيب. بيقول لك بروبرتي للالكترومagnetic كله. لا طبعا مش كل الالكترومagnetic، احنا مقسمين هو ايونايزنج نون ايونايزنج. فالتعميم بالشكل ده غلط طبعا. غلط ما فيهاش كلام، غلط. Which of the following is not a type سؤال 11 Which of the following is not a type of electromagnetic radiation؟ مين في دول مش electromagnetic؟ طالما مش electromagnetic يبقى ايه؟ مين في دول ايه؟ particulate. مين؟ electrons. Which of the following is true about particulate radiation؟ consists of subatomic particles صح؟ have no mass no charge. ها؟ غلط. they travel at speed of light. لا طبعا انا قلت لك البارتيكوليت هي هاي سبيد، بس طبعا مش سبيد اوف لايت، هي اقل بكتير. مين السبيد اوف لايت؟ الالكترومagnetic. جاما ريز از وان اكزامبل اوف ات. الجاما ريز بارتيكوليت؟ لا طبعا احنا عارفين الخمسه بارتيكوليت، الفا وبيتا والبروتون والالكترون والنيوترونز. فطبعا دي طبعا الجاما دي معروف انها الكترومagnetic. فيبقى الاجابه الوحيده اللي صح مين؟ when the wavelength of radiation is short. when the wavelength of radiation is short ها its energy will be low. غلط، هي بالعكس. لما الويف لينث شورت الانرجي بتكون هاي. its penetration power will be high صح، بس هكمل قراءة. its frequency will be low لا، frequency هتكون هاي. its energy will be low دي زي الأولى، لا غلط، ما دي أصلا متكرر. يبقى هي إيه؟ penetration power will be high. آخر حاجة بيجيب لك دايما أنا ما حطيتوش عشان ده يعني ثانوي، كومبير ما بين بارتيكوليت والالكترومagnetic. مش شرط يقول لك كلمه بارتيكوليت والالكترومagnetic، يقول لك قارن ما بين الالفا والاكس راي، قارن ما بين الجاما والمش عارف البروتون. هنا بقى ده اللي جه السنه اللي فاتت، ده كان الجديد. قال له ايه؟ قارن ما بين الاكس راي واللايت. احنا قلنا حاجات، واحد لونج ويف لينث واحد شورت ويف لينث، وقلنا اللايت حتى كامل ويف لينث 10000 ضعف، الثاني 1 على 10000 من اللايت. ودي هتاثر بقى في كل حاجه، في الفريكونسي، في الباور اوف بنتريشن، في الانرجي. في حاجات ثانيه ان اللايت كان بي فوكسد، كان بي ريفراكتد، الاكس راي لا، وهكذا. نقعد نقول اي خصائص احنا عارفينها في ده وايه وفي ده. اوكي، ذاكروا اول باول. الحصه الجايه هنمتحن على الشابتر ده، وهناخد شابتر جديد اسمه اكس راي ماشين.